سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف حالكم أيها الطلاب؟ أتمنى أن تكونوا بخير. عندنا النهاردة زي ما نقول كده ريفيجن على كل اللي أخدناه في الكورس الأول على الويب سايت. الناس اللي كانت بتتدلع وقصرت في الشهر الأول أو في الكورس الأول وعندها دروس مش متظبطة معاها وخايفة تخش الامتحان، أدينا هنعمل مراجعة. حتى الناس اللي لو في حد كده بيسمع الفيديوز على يوتيوب ولا حاجة وعايز يكمل بقى في الكورس بتاع المنصة، الكورس التاني يعني، وهو عنده مشاكل في الدروس بتاعة الكورس الأول، فدينا هنراجع على كل الدروس ما يبقالكش حجة. طيب ايه اللي هنعمله النهارده بقى في الحصة بتاعة المراجعة دي؟ احنا هنراجع على كل الامبورتنت نوتس اللي اخدناها في السبع دروس اللي فاتوا. خدنا سبع حصص فيهم سبع دروس، في الحقيقة في درس اتقسم على مرتين يبقى هم ست دروس. هراجع على كل الامبورتنت نوتس، هنراجع على كل حاجة أخدناها، وكمان هنحل أسئلة التقييمات بتاعة الوزارة. يعني كل أسئلة التقييمات على الدروس اللي احنا أخدناها هنحلها. يعني مش لاقيين حاجة نحلها أصلا، يعني احنا خلصنا كل الإكسرسايزز وخلصنا التيستس بتاعة المعاصر على الدروس اللي أخدناها، يعني مش فاضل حاجة في الكتاب. خلاص الدروس اللي أخدناها خلصنا كل حاجة في الكتاب، بندور على حاجة ما اتحلتش، قلنا نحل بقى التقييمات. عندك كمان إن شاء الله لما نخلص المنهج هنخش بقى على المراجعات النهائية، نحل الامبورتنت كويشنز زي ما عملنا في الترم الأول، ونحل امتحانات المحافظات. يبقى أنت كده إيه؟ بص الكتاب بتاعك يبقى من الجلدة للجلدة، مش هتلاقي فيه ورقة فاضية بعد كده. الناس الملتزمة طبعا، إنما الناس اللي بتتدلع مالناش دعوة بيها. آدي اللي إحنا خلصناه في السبع حصص اللي فاتت. خدنا درسنا الجبرا وخدنا أربع دروس جيومتري. راجع عليهم النهارده مراجعة قوية إن شاء الله. زي ما انتم متعودين طبعا، النظام بتاعنا بقى على الويب سايت كل حاجة بتنزل لك. دي هنا مكان اللايف، الحصة، عندك الفيديو بتاع الحصة، فايل الحصة، وفايل الحصة ده بيبقى فيه كل حاجة. اظن يعني مش بتحتاج حاجة تانية. فايل فيه الشرح وفيه الهوم ورك، فيه الامبورتنت نوتس، ملخص الدرس اللي هي النوتس السحرية، الواجب تقدر تشوف درجاتك، ملاحظاتك، تشوف فيديو حل الواجب، عايز تفتح الملف بتاعك، الكويز، عايز تراجع اخطائك، فيديو حل الكويز. كل حاجة موجودة هنا حصة ورا حصة. لو ما بعتش الواجب والكويز الحصة بتقفل عليك. وطبعا هنا تقدر تبعت كمان اي اسئلة لو انت عندك سؤال. حتة المنشورات دي لو عندك سؤال ممكن تبعته. وادي الصفحة بتاعت الاوائل، صفحة الدرجات السحرية. عندك هنا الاوائل اهو. مركز اول جوري حجاج، تاني احمد عمرو ورؤى، مع المنافسة شرسة. 145، 244، وواحد 43. اول حاجه كنا اخدناها في يونت 1 في اول حصه في المنهج كانت ريفيجن على الفاكتورايزيشن. وقلنا اهم حاجه في الفاكتورايزيشن هما درسين. يعني هسيب لكم في كده ريفيجن كنا عاملينها للفاكتورايزيشن قبل الالجبرا، وكان في ريفيجن للباست جيومتري. هنعدي عليهم سريعا، الحاجات دي المفروض ان درستها قبل كده وعارفها، ممكن تذاكروها من الامبورتنت نوتس مع نفسكم تاني. بس عموما اهم حاجه في الفاكتورايزيشن هي موضوع الدرس بتاع السمبل فاكتورايزيشن، وموضوع الدرس بتاع الكروس مالتيبليكيشن فاكتورايزيشن. وطبعا قلت لك كمان ممكن تعملهم بالكالكليتر. يعني مثلا موضوع السمبل فاكتورايزيشن كل الفكره بتاعته ان انت بتبص على الرقم الاخير، لو الرقم الاخير قبليه بلس يبقى انت بتدور على رقمين التايمز بتاعهم ب 8 والبلس بتاعهم ب 6، اللي هم مين؟ ال 2 وال 4. خدنا حطينا ال 2 وال 4. بعد كده تبدا تحط الاشارات، لو الاخير بوزيتيف بيبقى القوسين شبه اللي في النص. طب لو الاخير نيجاتيف يبقى الكبير مع اللي في النص، اللي في النص بلس يروح مع الرقم الكبير، والتاني العكس. طبعا هنا اخترنا 8 و 1 لان الاخير ماينس، والمفروض بتدور على رقمين بقى الماينس بتاعهم يدي لك 7، وهكذا. تقدر تعملها بالكالكليتر وتقدر تعملها بالكالكليتر، وهنقول لك ازاي تعملها بالكالكليتر دلوقتي تاني كنوع من انواع المراجعه. درس الكروس مالتيبليكيشن ده الدرس اللي بيعتمد على التجارب. تفضل تجرب. يعني انت عندك 6 اكس باور اوف 2 تفكها ل 6 اكس واكس، تفكها ل 2 اكس و3 اكس. عندك ال 3 دي تفك ال 1 باي 3، ما نفعتش ال 3 فوق ال 1 تحت، خلي ال 1 فوق وال 3 تحت، تقعد تدي مقصات بقى. واجابات المقصات بقى يا تجمعها يا تماينسها على حسب اشاره الاخير. الاخير ماينس فاحنا هنا ماينسناها، يبقى الماينس بتاعها يديلنا اللي في النص. هنا الماينس اداني 3 اكس ما ينفعش، اللي في النص 7 اكس. هنا الماينس اداني 17، هنا الماينس اداني 3، هنا الماينس اداني 7. هي دي اللي نفعت اهي. لما نفعت بقى بدأنا نشوف لو الأخير نيجاتيف يبقى الكبير مع اللي في النص. يعني البلس دي هتروح مع الرقم الكبير. مين الكبير؟ 9 اكس ولا 2 اكس؟ 9 اكس هي اللي تروح مع البلس، والتانية العكس. وده هو نفس السؤال اللي فوق، بس في الآخر واي، فالواي باور اوف 2 دي هتتقسم واي وواي زي ما الاكس باور اوف 2 اتقسمت لاكس واكس.
ممكن نعملها على الكالكليتور. خلينا نشوف كده نعملها على الكالكليتور ازاي سريعا، وبعد كده نبدا ايه، نخش بقى على الدروس الحقيقيه بتاعتنا في الترم التاني. ادي موضوع السمبل فاكتورايزيشن. الاول خلينا نعمل السمبل فاكتورايزيشن بالكالكليتور، وبعد كده نشوف ايه الفاكتورايزيشن اللي بعد. بتدوس اول حاجه مود، انا عامل لك خطوات هنا اهي، مود وبعديها ايكويشن وبعديها تختار الايكويشن فيها باور اوف 2، او مود وبعديها كلمه ايكويشن جنبيها 5 يبقى تدوس 5، وبعديها تختار الايكويشن اللي فيها باور اوف 2 اهو اللي هي جنبيها 3. تمام. تبدا بقى ايه، تدخل الكوفيشنتس اللي هي الاي والبي والسي. الاي الرقم اللي جنب الاكس باور اوف 2، والبي اللي جنب الاكس باشارته، والسي الرقم اللي لوحده باشارته. يبقى الاي هنا 1، البي نيجاتيف 2، والسي نيجاتيف 3. دوس 1 ايكوال، نيجاتيف 2 ايكوال، ونيجاتيف 3 ايكوال. بعديها دوس ايكوال تاني بقى، هيقول لك الاكس الاولانيه ب 3، والايه وتدوس ايكوال كمان يقول لك الاكس الثانيه بنيجاتيف 1. انا كاتبهم هنا اهو، الاكس الاولانيه ب 3 والاكس الثانيه بنيجاتيف 1. لو انت عايز السوليوشن سيت، الاجابات بتاعت الاكس يعني هي 3 والنيجاتيف 1 خلاص. انما لو انت عايز تكون الاقواس، لو انت عايز تكون الاقواس بتاعت الفاكتورايزيشن، يبقى هتدخلها بعكس الاشاره. 3 دي تنططها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى اكس ماينس 3، والنيجاتيف 1 تنططها الناحيه الثانيه عكس الاشاره تبقى اكس بلس 1. يبقى اكس ماينس 3 واكس بلس 1 هم دول الاقواس بتاعت الفاكتورايزيشن. يبقى كده عملنا فاكتورايزيشن. طب تعال نشوف بقى بتاعت الكروس مالتيبليكيشن بقى. هتدوس اي سي ترجع الكالكليتور 0 0 0 وتدخل له الاي والبي والسي. 6 ونيجاتيف 7 ونيجاتيف 3 او 6 ايكوال، نيجاتيف 7 ايكوال، نيجاتيف 3 ايكوال. الاكس طلعت لي 3 اوفر 2، ادوس ايكوال كمان طلعت لي نيجاتيف 1 اوفر 3. كاتبهم انا هنا اهم. كل اللي اعمله بقى دلوقتي ايه، الرقم اللي تحت ده بوديه الناحيه التانيه بالتايمز، فتبقى 2 اكس، والرقم اللي فوق ده اوديه بعكس الاشاره تبقى نيجاتيف 3. يعني هي هتبقى 2 اكس ماينس 3، اي 2 اكس ماينس 3. هنا نفس الكلام، 3 اكس بلس 1، اي 3 اكس بلس 1. هم دول القوسين. لو انت عايز السوليوشن سيت، هي دي السوليوشن سيت. السوليوشن سيت هي الارقام دي نفسها جاهزه اللي طلعت لك على الكالكليتر. انما لو عايز الاقواس، دخل بعكس الاشاره بقى، دخل اللي تحت بالتايمز واللي فوق بعكس الاشاره، وكون الاقواس بالشكل ده. يبقى انت كده عملت فاكتورايزيشن. عندك بقى بعد كده موضوع البيرفكت سكوير وموضوع الديفرنس بين تو سكويرز. على فكره دول برضو ايه، ممكن تعملهم بالكالكليتر عادي. يعني مثلا هنا دي الكوفيشنت هنا 1 ونيجاتيف 10 و25 اهو. 1 ايكوال، نيجاتيف 10 ايكوال، وبوزيتيف 25 ايكوال. هتدوس ايكوال هيطلع لك 5، هتدوس ايكوال تاني هتطلع لك 5 برضه. يبقى ده معناه ايه، ان هم قوسين وكل قوس منهم جواه ال 5 بس بعكس الاشاره، انت هتدخلها الناحيه التانيه بعكس الاشاره. فهتبقى قوسين اكس ماينس 5. فبدل ما اقول ان هم قوسين اكس ماينس 5 بنحط واحد وعليه باور اوف 2. ودي نفس الكلام، الاي ب 4، البي مش موجوده، والسي بنيجاتيف 64 اهو. 4 البي مش موجوده مفيش اكس يبقى 0، والسي بنيجاتيف 64. وادوس ايكوال هيديني 4 ونيجاتيف 4. طبعا 4 ونيجاتيف 4 دي السوليوشن سيت. لو انت عايز السوليوشن سيت في الاخر، لان طبعا المساله دي ممكن تعمل لها اصلا ايه لو هي ايكوال 0، يعني ممكن تعمل لها ديفايدد 4. الاثنين ينفعوا ديفايدد 4، هتبقى اكس باور اوف 2 ماينس 16 وبعد كده تتحل. بس طبعا مش هتساعدك قوي لو انت عايز تعمل فاكتورايزيشن. لو انت عايز تعمل فاكتورايزيشن يبقى لازم المساله تبقى على السمبلست فورم. ممكن تعملها بطريقه ثانيه، وهي ايه، ان انت تسحب الفول كومن فاكتور من بره وبعد كده تعمل الفاكتورايزيشن. ولكن يفضل ده تعمله بمخك، اصل ده سهل. ديفرنس بين تو سكويرز ده اتفه ما يكون. كل اللي انت بتعمله سكوير روت للاول سكوير روت للثاني، مره ماينس ومره بلس، وبارك الله في مرزق. والديفرنس ان سم اوف تو كيوبس اتفه ما يكون. بتعمل بدل السكوير روت كيوبيك روت، وتكون القوس الصغير، والقوس الصغير تكون منه الكبير. الاول باور اوف 2، وبعد كده في النص تعكس الاشاره، والاول تايمز التاني، وبعد كده التاني ده دايما بوزيتيف وتعمل له باور اوف 2. بس كده. وادي كده هنا عندك البيرفكت سكويرز. لو عندك اقواس تفكها ازاي، الديفرنس اوف 2 سكويرز، وسمن ديفرنس اوف 2 كيوبس. ولو عندك كمان 1، لو عندك 1 كمان تقدر تتصرف معاه ازاي. خدناها في الترم الاول حكايه ال1 دي، بتلخبط كتير في الدرس بتاع الكونتينيو بروبورشن لو تفتكروا. فاكتورايزنج باي جروبنج بتشوف المشترك، هنا المشترك A وهنا المشترك B، تسحبهم كومن فاكتور. سحبنا من هنا او هنا مش A بس، ده هنا 2A،
سحبنا 2a اتبقى لنا a ماينس 2، سحبنا b اتبقى لنا نيجاتيف 2 بلس a اللي هي برضه a ماينس 2، خدنا ال a ماينس 2 كومن فاكتور اتبقى لنا 2a بلس b. وادي يعني ده كده الملخص بتاع الفاكتورايزيشن كله، كل اللي احنا قلناه ادي كده. حته الفاكتورايزيشن دي تانية اعدادي، انا ما بقولش حاجه جديده، المفروض انتوا اصلا كلكم عارفينها. نبدا بقى نخش على يونت 1 في الالجبرا. كنا اتكلمنا فيها ايه؟ اول ليسون كنا اتكلمنا على solving two equations from the first degree in two variables. تاني درس اتكلمنا على solving one equation from the second degree in one variable. الاخير ده لسه ما خدناهوش، او اعتبر نفسك ما شفتوش اهو. في الدرس الاول خلي بالك، عايزك تفرق كويس جدا بين السوليوشن سيت بتاعت الدرس الاول بتاع الدرس الثاني. السوليوشن سيت الدرس الاول بتبقى اوردر باد جوه اقواس، انما هنا في الدرس الثاني بيبقوا رقمين كده من غير اقواس، لان الرقمين في الاكس اصلا، هنا رقم في الاكس ورقم في الواي، هنا الرقمين في الاكس. هنا لما باجي احلها بجيب نقاط التقاطع بتاعت الكيرف مع الاكس اكسس، انما هنا لما باجي احلها بجيب نقطة التقاطع بتاعت الخطين مع بعض. الخطين اتقطعوا في نقطة، هنا الخطين كوينسدنت اتقطعوا في نقاط لا نهائية، هنا الخطين باراليل ما اتقطعوش ابدا. سوليوشن سيت فاي، سوليوشن سيت انفينيت نمبر اوف سوليوشنز، السوليوشن سيت نقطة. نقدر نحلها جرافيكالي الجبريكلي عن طريق السبستيتيوتنج والاوميتنج، ونقدر نحلها بالكالكليتر. بيدي لي اتنين ايكويشنز بالشكل ده بنحلهم مع بعض، وقلت لك تقدر تعملها بالكالكليتر بكل سهوله. وهنا برضو بتبقى ايكويشن واحده من السكند ديجري وتقدر تعملها بالكالكليتر بكل سهوله. دي اللي هي اصلا بتتعامل بطريقه الفاكتورايزيشن اللي لسه قايل لكم عليها، ده لو انت عايز تجيب السوليوشن سيت يعني. عندنا ثلاث انواع من السوليوشن سيتس بقى، يا اما تقطع الاكس في نقطتين يبقى اكس واكس، يا اما تقطعها في نقطه واحده او تلمسها في نقطه واحده يبقى اكس واحده، يا اما ما الكيرف ما يقطعش اصلا الاكس اكسس فهتبقى سوليوشن ستيت فاي. تقدر تعملها جرافيكالي، تقدر تعملها الجبريكلي بالجنرال فورميولا او بالفاكتورايزيشن، وتقدر تعملها بالكالكليتر. ادي الدرس الاول وكل الطرق بتاعته. بص صفحه سحريه الصفحه يعني، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. مش هتلاقي حاجه في الدرس الاول مش موجوده في الصفحه دي. تقدر تحل جرافيكالي، تقدر تحل بالسبستيتيوتنج، تقدر تحل بالاوميتنج، تقدر تحل بالكالكليتر. بعد كده الانترسكتنج والكونستنت والباراليل، ادي الثلاث حالات ازاي تعرفهم بعينيك وازاي تعرفهم بالخطوات. بعينيك من شكل العلاقات، لو العلاقة من على الشمال قبل الايكوال اهم حاجة تخليها اكس وراها واي، والابسوليوت تيرم لوحده الناحية التانية، اكس وراها واي والابسوليوت تيرم لوحده الناحية التانية، تظبط شكلها لو هي مش متظبطة. لازم الاكس الاول وراه الواي والابسوليوت تيرم ده لوحده بقى في الاخر. فلو انت عندك الجزء اللي على الشمال ده اللي هو اللي قبل الايكوال مختلفين عن بعض وما ينفعش يبقوا زي بعض ابدا، يعني هل مثلا ال2 ينفع تبقى 5؟ مستحيل. هل ينفع ال3 تبقى 4؟ مستحيل. يبقى الجزء اللي على الشمال ده مختلف، ده معناه ايه؟ معناه ان السلوب مختلف. طب لو السلوب مختلف، السلوب مختلف يعني الخطين مايلين بشكل مختلف. السلوب ده ميل الخط المستقيم. لو السلوب مثلا يعني 2 يبقى الخط مايل شويه صغيرين. طب لو السلوب 4 لا يبقى الخط مايل اكبر، وهكذا. فلو ميل الخط الاولاني مختلف عن ميل الخط الثاني، تاكد ان هم هيكونوا انترسكتنج. والميل ده بنعرفه منين؟ نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي. فلو الجزء اللي على الشمال ده اللي هو الكوفيشنت اوف اكس والكوفيشنت اوف واي مختلف عن بعضه، يبقى ده معناه ان السلوب مختلف عن بعضه، يبقى ده معناه ان الخطين دول هيبقوا انترسكتنج لان ميلهم مختلف عن بعض. لما هيترسموا مايلين بشكل مختلف، واحده هتميل كده وواحده هتميل كده، او واحده مايله كده والتانيه مايله اكتر. في الحالات دي دايما هيتقاطعوا مع بعض، تاكد ان هي هتتقاطع مع بعضها. ده من الميل مختلف، ما ده من الاسلوب مختلف. طب لو اتقاطعوا مع بعض يبقى عندهم وان سوليوشن. وان سوليوشن وهو نقطه التقاطع، حاله ان الاسلوب مختلف. طب انا بصيت على الجزء اللي على الشمال وعلى الجزء اللي على الشمال، تخلي بالك هنا الايكويشن جايه لك بالشكل ده والايكويشن دي جايه لك بالشكل ده. انا بصيت على الايكويشن دي لقيت ان ال4 ممكن تبقى 2 وال6 ممكن تبقى 3. فرحت عامل ديفايد 2 فيها. يعني هي المساله اصلا ما كانتش جايه كده، هي المساله كانت جايه كده. لقيت انا الفور ممكن تبقى 2 وال6 ممكن تبقى 3، رحت عامل لها ديفايد 2 ورحت خليتها 2x بلس 3y ايكوال 6. فببص شمال بقى دلوقتي، ببص قبل الايكوال لقيت الكوفيشنتس بتاعت الاكس والواي شبه بعضها، يبقى ده معناه ان السلوب زي بعضه. لو السلوب زي بعضه يبقى ميل الخطين زي بعضه. ففي الحاله دي يا اما الخطين هيبقوا كونستنت لان هم مايلين بنفس القدر بنفس الانجل، السيتا بتاعتهم واحده، السيتا with the positive direction of the x axis هي.
مايلين بنفس الشكل، يبقى يا اما كونستنت يا اما باراليل. طب هما كونستنت ولا باراليل؟ على حسب بقى الانترسبت بارت، الجزء المقطوع من الواي اكسس. لو جيت تلاحظ هنا مثلا في الباراليل هتلاقي الحته اللي الخط الازرق قطعها من الواي مختلفه عن الحته اللي الخط الاحمر قطعها من الواي. كل واحد منهم قطع حته مختلفه من الواي. واحد منهم قطع في الواي جزء من البوزيتيف دايركشن، واحد منهم قطع في الواي جزء من النيجاتيف دايركشن. واحد قطع حته من فوق، واحد قطع حته من تحت. فالانترسبت بارتس مختلفه. معنى ان الانترسبت بارتس مختلفه ان هما باراليل. طب لو الانترسبت بارتس زي بعضها، الانترسبت بارتس زي بعضها يعني ايه؟ يعني الخطين قطعوا من الواي نفس الحته، الخطين دول لازقين على بعض. ما قطعوا نفس الحته من الواي يبقى الاثنين منطبقين على بعض. يبقى نقدر نقول ايه؟ لو بصينا شمال ولقينا السلوبس زي بعضها، اللي هي الجزء اللي على الشمال زي الجزء اللي على الشمال، يعني السلوبس زي بعضها، نبدأ نبص على الجزء اللي على اليمين. لو لقيناه زي بعضه يبقى الانترسبت بارس هي كمان زي بعضها، لان الجزء اللي على اليمين ده مسؤول عن الانترسبت بار. لو لقينا الشمال زي بعضه واليمين زي بعضه يبقى السلوب زي بعضه والانترسبت بارس زي بعضها، يبقى الخطين كوينسيدنت. كوينسيدنت يعني ايه؟ انفينيت نمبر اوف سوليوشن. طب جينا احنا بصينا على الشمال لقيناها زي بعضها، نفس الكلام هنا. المساله دي كانت 10 و15، عملت لها ديفايدد 5 بقت 2 و3 واللي فوق 2 و3. فاللي على الشمال زي بعضه يبقى السلوب زي بعضه. بص يمين لقيت 6 ولقيت 2، لا 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 لا، الانترسبت بارت مختلف. الخطين دول باراليل والسوليوشن سيت بتاعتهم فاي وعدد الحلول زيرو. خلي بالك من السؤال ده، عدد الحلول زيرو، السوليوشن سيت فاي. خلي بالك انا بسألك عن ايه؟ عدد الحلول ولا السوليوشن سيت؟ ركز. نوت مهمه جدا، ازاي تعرف السلوب؟ نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف واي. زي المساله دي اقدر اجيب السلوب عن طريق نيجاتيف 3 اوفر 4. ولو السؤال بالشكل ده ممكن اجيب السلوب بطريقه تانية، عن طريق ان انا ايه؟ ادخل ال 3 واي دي جوه واجيبها بالنيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي، او ان انا اعمل سمبليفاينج بقى. زي مثلا هنا المساله فيها 2 و10 و5، انا عايز اتخلص من ال2 اللي جنب الواي، رحت عامل المساله كلها ديفايدد 2 فبقت هنا واي لوحدها. لو جات لك الواي لوحدها تقدر تعرف السلوب بعينيك عن طريق العلاقه واي بتساوي ام اكس بلس سي، فساعتها الام اللي هي الرقم اللي جنب الاكس هو ده السلوب جاهز بعينيك. بقى هنا المساله ما كانتش جاهزه، عملنا نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي، انما هنا المساله جاهزه يبقى الاسلوب على طول هو الرقم اللي لازق في الاكس. امتى تبقى جاهزه؟ لو الواي لوحدها في طرف والباقي كله الناحيه الثانيه، كده جاهزه تعرف الاسلوب بعينيك. انما كده الاكس مع الواي في طرف يبقى نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي، يا اما بقى تقعد تلعب فيها وتخلي الواي لوحدها في طرف. دي معاك ودي معاك اللي يريحك. الانترسبت بارتس تعرفه ازاي؟ الانترسبت بار عشان تعرفه حط الاكس بزيرو. عايز تعرف الانترسبت بارت حط الاكس بزيرو وطلع قيمه الواي، قيمه الواي هتبقى هي قيمه الانترسبت بارت. او خلي المساله على الشكل ده، الواي لوحدها والباقي كله الناحيه الثانيه زي العلاقه دي، فساعتها الانترسبت بارت هيبقى السي. ترم اول كل ده ترم اول. اكزامبل زي، تعال نشوف الثلاث امثله دول. هنا الجزء اللي على الشمال والجزء اللي على الشمال اهو، الجزء ده والجزء ده مختلفين عن بعض. 7x بلس 4y وهنا 5x ماينس 2y، هل ينفع يبقوا زي بعض؟ لا. يبقى ده معناه ان الاسلوب مختلف، معناه ان هم انترسكتنج وعندهم وان سوليوشن. وعشان تتاكد هات الاسلوب هنا هيطلع لك نيجاتيف 7 اوفر 4، هات الاسلوب هنا هيطلع لك نيجاتيف 5 اوفر نيجاتيف 2 اللي هي 5 اوفر 2. الاسلوب مختلف، انترسكتنج وان سوليوشن. تعالى هنا الجزء اللي على الشمال 9x بلس 6y، الجزء اللي هنا اللي على الشمال 3x بلس 2y. بقى انت عندك هنا لو جيت لاحظت هتلاقي ان ال 3 وال 2 دول ممكن نخليهم 9 و6 لو عملنا المساله تايم 3. فلو عملنا هنا تايم 3 هتبقى 9x، لو عملنا هنا تايم 3 هتبقى 6x. يبقى الجزء اللي على الشمال بقى زي بعضه، هنا 9x 6y هنا 9x 6y، يبقى الاسلوب زي بعض. اول ما تلاقي الاسلوب زي بعض بص على الانترسبت بارت، يعني بص الناحيه الثانيه 24 و24، يبقى الانترسبت بارت زي بعضه، يبقى دول كوينسيدنت، يبقى عندهم انفينيت نمبر اوف سوليوشنز. تعال بص هنا الجزء اللي على الشمال 4x بلس 2y، بس المساله دي مش متظبطه. هات لي نيجاتيف 2x الناحيه الثانيه ب 2x اهي، بقت 2x وواي، بس دي 4x و2y. خلاص اعمل هنا تايمز 2 هيطلع لك 4x بلس 2y. بقى اللي على الشمال زي اللي على الشمال، اللي على الشمال زي اللي على الشمال. طب اللي على اليمين زي اللي على اليمين، اللي على اليمين 10 واللي على اليمين نيجاتيف 10 مختلفين، يبقى الانترسبت بارت مختلف، يبقى هما باراليل زيرو سوليوشن. السؤال بقى بيجي لك ازاي؟ يقول لي ايه if the two equations كذا وكذا are parallel.
لو هما بارلل يعني ايه؟ بارلل يعني السلوب زي بعضه، ويعني الانترسبتد بارت مختلف، ويعني عندهم زيرو سوليوشنز، يعني السوليوشن سيت فور. ده معناه ايه؟ معناه ان المفيد في الموضوع ده ان السلوب زي بعض. السلوب زي بعضه يعني ايه؟ يعني الجزء اللي على الشمال ده المفروض يبقى زي الجزء اللي على الشمال ده. طب هنا اكس بلس 3 واي، ودي اكس بلس اي واي، يبقى المفروض ما دام هنا في 3 واي يبقى هنا برضو المفروض يبقى في 3 واي، يبقى الاي ب 3 وخلص الموضوع. عايز تجيبها بالخطوات، يبقى تجيب الاسلوب الاول وتجيب الاسلوب الثاني. تجيب الاسلوب الاول نيجاتيف 1 على 3، تجيب الاسلوب الثاني نيجاتيف 1 على ايه، وتعمل مقصات تطلع لك الاي بي 3. واحده زي دي بيقول لك التو ايكويشنز دول عندهم انفينيت نمبر اوف سوليوشنز. يعني ايه؟ يعني كوينسيدنت، يعني الاسلوب قد بعضه والانترسبتد بارت قد بعضه، يعني اللي على الشمال قد بعضه واللي على اليمين قد بعضه. جيت انا مسكت الايكويشن الاولى كتبتها هنا، مسكت الايكويشن الثانيه كتبتها هنا. اللي انا لاحظته ان دي بدايتها اكس ودي بدايتها 3 اكس. لا 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 لا، ما ينفعنيش الكلام ده. المفروض ان هم يبقوا زي بعض، علشان دي عندها infinite number of solutions coincident. فخلاص انا هلعب في المساله دي. يعني هي كانت جايه لي كده اهي، انا بقى هخليهم شبه بعض لان انا متاكد ان هم شبه بعض. هخليهم شبه بعض ازاي؟ دي اكس ودي 3 اكس، خلاص اعمل لها تايم 3. هتروح هنا انت عامل تايم 3، لما تعمل تايم 3 هتدي لك 3 اكس بلس 12 واي ايكوالز 21. خلصت المساله. دي بقت 3 اكس و12 واي، ودي 3 اكس وكي واي، يبقى الكي ب 12. ما هو لازم يبقوا زي بعض، واللي على اليمين زي بعض 21 و21. عايز تجيبها بالاسلوب، هات الاسلوب الاول والاسلوب الثاني واعمل مقصات. الاسلوب الاول طبعا نيجاتيف 1 على 4، الاسلوب الثاني نيجاتيف 3 على كي، واعمل مقصات هي هي. خلي بالك بقى، لو الاكس بتساوي ايه، لو الواي بتساوي بي، يبقى نقدر نقول ان الخطين دول بيربنديكولار. زي مثلا اجي اقول لك الاكس بتساوي 5 والواي بتساوي نيجاتيف 3. دي لما تيجي ترسمها هتيجي عند الاكس ب 5 1 2 3 4 5 وتعمل خط كده، وتيجي عند الواي بنيجاتيف 3 1 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وتعمل خط كده. فهتلاقيهم بيربنديكولار على بعض. خلاص بقى هما كده بيربنديكولار. وطبعا اللي عايز تجيب نقطة التقاطع، فنقطة التقاطع هي ال 5 والنيجاتيف 3 وانت مغمض. هي نقطة التقاطع تحت الحقيقة مش هنا. انا كده جبت التقاطع مع الاكس اكسس. اها هي دي نقطة التقاطع، 5 في الاكس ونيجاتيف 3 في الواي. تمام، مهمة جدا السؤال ده. يقول لي ايه اكس بلس بي واي ايكوال 0، يعني الناحيه الثانيه زيرو، الناحيه الثانيه ما فيهاش ارقام. دي مثلا بص، دي كده اكس بلس 4 واي ب 7، دي فيها ارقام. ودي 3 اكس بلس كي واي بتساوي 21 فيها ارقام. لو جيت قلت لك انا بقى الناحيه الثانيه زيرو، زي مثلا يعني 3 اكس بلس 4 واي ايكوال 0، وانت مغمض كده الخط ده معدي بالاوريجن، وانت مغمض الخط ده معدي بالاوريجن، ليه الناحيه الثانيه زيرو؟ ممكن يجي لك بشكل تاني، اودي ال 4 واي الناحيه الثانيه اخليها 3 اكس ايكوال 4 واي او نيجاتيف 4 واي، مش هتفرق سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، مش هتفرق. المهم ان هي ما فيهاش ابسوليوت تيرم، ما فيهاش رقم لوحده من غير اكسات ووايات. بس ساعتها دي كده بتعدي بالاوريجن، وانا مغمض بتعدي بالاوريجن. ده ستريت لاين بيعدي بالاوريجن. طب لو عندنا ايكويشن واحده، ايكويشن واحده ما لهاش اخوات، واحده ايكويشن واحده زي 3 اكس بلس 4 واي ايكوالز 8 مثلا، جيت قلت لك ليها كام حل؟ الدرس الاول ده، بيتكلم عن خطين قطعوا بعض، خطين قطعوا بعض. فلما قطعوا بعض يا اما في نقطه يا اما في نقط كتير يا اما ما قطعوش بعض خالص، يبقى يا اما حل يا اما حلول كتير يا اما ما فيش حلول خالص. طب هنا بقى انا بكلمك عن خط واحد مش خطين، خط واحد، هو خط واحد يتيم ما فيش غيره. ليه كام حل ينفع نعوض بالاكس بكام فاليو بالواي بكام فاليو، عدد لا نهائي. تقدر تعوض مكان الاكس والواي باي نقطه، لان الخط ده لما يجي يترسم هيترسم خط عامل كده. لما يترسم خط عامل كده ده معناه ايه؟ معناه ان دي نقطه تحقق ودي نقطه تحقق ودي نقطه تحقق، نقط كتير جدا تحقق، ودي 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 ودي. معنى السؤال لما اجي اقول لك هات لي الايكويشن دي عندها كام سوليوشن، الايكويشن دي عندها كام سوليوشن، يعني الايكويشن دي نقدر نعوض فيها كام نقطه، نقط كتير. انا مش بقول لك هما اتنين ايكويشن، لا دي ايكويشن واحده. لو ايكويشن واحده عدد لا نهائي وانت مغمض، دايما عدد لا نهائي وانت مغمض. If we have two equations of the first degree then they may have one او infinite او zero number of solutions. هنا دي كانت equation واحده، انما هنا دول كانوا اتنين equations. equation واحده يبقى وانت مغمض infinite، اتنين equation
على حسب بقى، يا اما 1 يا اما انفينيت يا اما زيرو، انت ونصيبك. الدرس التاني بقى، بص، خريطة سحرية اكتر من اللي قبلها. اه solving one equation from the second degree. equation واحدة من السكند ديجري لما تيجي ترسمها بتترسم على شكل كيرف. معنى ان انا اقول لك هات لي السوليوشن سيت بتاعتها، يبقى ده انا بسألك عن نقاط التقاطع بتاعت الكيرف ده مع الاكس اكسس. قطع الاكس اكسس في نقطتين يبقى عندك حلين. قطع الاكس اكسس في نقطه ولا مثلا في نقطه يبقى عندك حل واحد. ما قطعهاش يبقى بارلل زيرو سوليوشنز او فاي. تقدر تعملها بالجنرال فورميولا او فاكتورايزيشن. الجنرال فورميولا ما بيعطلش ابدا، هيحل لك اي سؤال في الدنيا. فاكتورايزيشن انت ونصيبك، في مسائل تتعمل لها في مسائل ما تتعملهاش. ومعشوقة الجماهير الكالكليتور، قلناها. تقدر تعملها ازاي بالكالكليتور؟ زي الفاكتورايزيشن. مود ايكويشن اكس باور اوف 2 بلس بي اكس بلس سي، تدخله الاي والبي والسي يدي لك السوليوشن سيت، وبارك الله فيما رزق. اهم حاجه في الدرس ده هي حته الديسكريمننت، بيلعب بيها كتير في اللي تشوز. يقول لك الجزء اللي تحت الروت ده اسمه الديسكريمننت. لو الجزء اللي تحت الروت ده طلع رقم بوزيتيف يبقى عندك حلين، طلع زيرو يبقى عندك حل، طلع رقم نيجاتيف يبقى مفيش حلول. لان طلع رقم نيجاتيف تحت الروت ده ما ينفعش. هتيجي تعملها على الكالكليتور، لو طلعت لك رقمين يبقى عندها حلين، طلعت لك رقمين شبه بعض يبقى هم حل واحد. هو الرقم ده اللي هم اللي شبه بعض طلعت لك 5 و5 يبقى هو الحل 5. طلعت لك اي تقول لها باي باي الاجابه فاي. طلعت لك اي تقول لها باي باي الاجابه فاي. كده يعني. حته مهمه جدا ما كانتش موجوده عندكم في النوتس دي بقى، لو حد عايز يزودها ولا حاجه، لو حد نقل النوتس من الحصه ولا حاجه، فدي حته جديده ما كانتش عندكم. اف اوف اكس بتساوي اكس باور اوف 2 او اي اكس باور اوف 2 بلس بي اكس بلس سي، اللي هي الكوادراتيك فانكشن دي، تترسم بالشكل ده لو الاي ده، لو الرقم اللي جنب الاكس باور اوف 2 ده بوزيتيف. تترسم بالشكل ده لو الرقم ده اللي هو اللي جنب الاكس باور اوف 2 ده نيجاتيف. يعني دي مثلا يعني ممكن تبقى حاجه شبه 3x باور اوف 2 بلس 5x بلس 8 ايكوال 0. انما اللي تحت دي ممكن تبقى نيجاتيف 2x باور اوف 2 بلس 5x بلس 8 ايكوال 0. هنا الرقم ده بوزيتيف فاترسمت لفوق، هنا الرقم ده نيجاتيف فاترسمت لتحت. هنا بيديني مينيمم فاليو، هنا بيديني ماكسيمم فاليو. تقدر تجيب الاكس اللي هي الفيرتكس اكس كوردينيت، يعني الاكس كوردينيت بتاعت الفيرتكس، تقدر تجيبها بالقانون نيجاتيف بي اوفر 2 a، او تجيبها من خلال الرسم. والاكس دي بنسميها الاكسس اوف سيمتري ايكويشن. طب الواي دي يا اما تجيبها من على الرسمه، تبقى ساعتها دي الماكسيمم او المينيمم فاليو، يا اما تجيبها عن طريق التعويض. لما تجيب الاكس من خلال القانون ده نيجاتيف بي اوفر 2 a، طبعا انت عارف مين البي وعارف مين الاي، هتعوض في القانون تجيب رقم الاكس. رقم الاكس اللي هيطلع لك تاخده تعوض بيه في الفانكشن يدي لك رقم الواي اللي هو الفانكشن اوف نيجاتيف بي اوفر 2. نبدا نشوف الجيومتري. في الجيومتري بقى عندك بقى ايه بص الملخص اللي مش هيخليك تعطل في حاجه في الجيومتري. اول ذا بيست جيومتري حطيتهم لكم في الديسكربشن بتاع الجروب. يعني بص مهم جدا، كل حاجه اخدتها في الجيومتري قبل كده سواء في الترم الاول او في تاني اعدادي او في اولى اعدادي او في الابتدائي. مهم جدا تبقى مذاكر كويس، لان الجيومتري عموما الماس يعني ماده تراكميه. اي حاجه درستها قبل كده هتحتاجها بعدين. هنعدي عليه سريعا، مش هنشرح بتفصيل قوي، وانت هو كده كده معاك والمفروض انت عارفه، بس تمر بعينيك عليه تفتكر كل المعلومات. خدنا انواع الخطوط، خدنا يعني انجل، خدنا انواع الميجرز بتاعت الانجلز ديجري ومينت وسكند، انواع الانجلز اكيوت ورايت واوبتيوس وريفلكس، ريليشن شيبس بين اللاينز انترسكتنج وبربنديكولار وبارالل، الادجيسنت انجلز، adjacent supplementary adjacent complementary والريفلكس. complementary يعني 90 minus supplementary 180 minus. angle bisector vertically opposite angles accumulative angles around one point مجموعهم 360. اتكلمنا على الباراليليزم الالترنيتنج والكورسبوندنج والانتيريور انجلز، الكونجرنت تراينجلز، التايبس اوف لاينز، يعني ميديان، يعني انجل بايسكتور والتيتيود او هايت واكسس اوف سيمتري، تو لاينز joining the midpoint. الاكسس اوف سيمتري وكم اكسس اوف سيمتري في كل شكل 0 1 2 3 4 5 6 6 وانفينيت نمبر عند السيركل. يعني ايه ميديان؟ علاقات مهمه جدا، اللي في وش السيرتي نص الهايبوتنيوس، الميديان اللي طالع من عند الرايت انجل نص الهايبوتنيوس. يعني ايه بوليجون؟ عدد السايدز والانجلز والفيرتيسيز، قانون الدياجونالز، الاكستيرير انجلز والانتيرير انجلز، سمري لكل القوانين.
مجموع الاكستيرير انجل 360، الانتيرير ان ماينس 2 تايمز 180، الدياجونالز ان ماينس 3 اوفر 2. each angle interior او each interior angle in the regular polygon n minus 2 times 180 على n، الاكستيريور 360 على n. ولو عايز عدد السايدز وعطيلك الانتيريور انجل يبقى 360 على 180 ماينس اكس. انواع المثلثات، الاكستيريور انجل مجموع الاثنين اللي من جوه او 180 ماينس اللي جنبها. تراينجل انيكواليتي، اي سايد بيساوي، او اسف، اي سايد بيبقى اكبر من الماينس واقل من البلس بتاع الاثنين التانيين. كوادريلاترالز، بروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام والترابيزيوم وعيال الباراليلوجرام، رومبس وسكوير وريكتانجل. الدايجونالز، مهم جدا المعلومه بتاعت ان الدايجونالز بايسكت الانجلز بتاعت الرومبس وبتاعت السكوير، انما في الريكتانجل لا، او في الباراليلوجرام لا. قوانين السحريه، السكوير بريمتر واريا وسايد لينس، الريكتانجل نفس الكلام، باراليلوجرام، تراينجل، رومبس، ترابيزيوم وكيوب وكيوبويد. كمان عندك قوانين السيركل والسفير والسلندر، حاجات اللي بتتحسب بالسنتي، الحاجات اللي بتتحسب بالسنتي سكوير، سنتي كيوب، والكباستي لتر وملي لتر. اكليديان وبيثاغورس، سيميلاريتي والكونجرنسي. كمان اتكلمنا عن الريشيو اوف سيميلاريتي، ان هي سايد على سايد، سايد على سايد، سايد على سايد، سايد على سايد، وبريمتر على بريمتر. المين تريجنومتريكال ريشيوز خدناها في الترم الاول، الساين اوبزيت على هايبوتنس، الكوزين ادجيسنت على هايبوتنس، والتان اوبزيت على ادجيسنت. ساين ال 30، ساين ال 60، ساين ال 45، والكوزين والتان نفس الكلام. لو عايز تحدد نوع الترينجل، قانون الديستنس، قانون الميد بوينت. ونبدا نخش على يونت 4. اول درس اخدناه في يونت 4 كان بيتكلم على السيركل، يعني راديوس، يعني دايمتر، يعني كورد. الراديوس هو الخط اللي بالاحمر ده بيوصل السنتر باي نقطه على الدايره. الدايمتر بيوصل نقطتين على الدايره بيعدي بالسنتر. الكورد بيوصل اي نقطتين على الدايره بس ما بيعديش بالسنتر. الدايمتر is a chord passing through the center. مهمة جدا. The diameter is the longest chord in the circle. الدايمتر بيساوي دبل الراديوس، يعني الدايمتر 2 راديوس والراديوس نص الدايمتر. اي سيركل عندها انفينيت نمبر من الرادياي والدايمترز والكوردز. النقطة دي بره اوتسايد، دي اون، دي انسايد، ودي السنتر. فرق كويس جدا بقى بين كلمة سيرفيس اوف ذا سيركل وسيركل. السيركل هي الخط ده، انما السيرفيس هي الخط والمساحه الداخليه. اجي اقول لك الاي بي ده قطع السيرفيس فين؟ قطع السيرفيس في اللاين سيجمنت اكس واي. انما الاي بي ده قطع السيركل هنا، قطع السيرفيس هنا، قطع السيركل. قطع السيركل في النقطتين اكس واي بس. important corollaries. لو الخط ده لو الخط ده بيربنديكولار في الميد بوينت يبقى بيعدي بالسنتر. طب لو بيربنديكولار بيعدي بالسنتر يبقى هو بيقسم الخط اي بي. طيب لو بيعدي بالسنتر وبيقسم الخط اي بي يبقى هو بيربنديكولار. ثلاث معلومات، اقول لك اتنين تقول لي التالتة، اقول لك اتنين تقول لي التالتة. اقول لك اهو باسنج ثرو ذا سنتر والميد بوينت بتاعت الكورد يبقى بيربنديكولار اون ات. طيب اقول لك باسنج ثرو ذا سنتر وبيربنديكولار اون ذا كورد يبقى بيعدي بالميد بوينت. طب اقول لك بيعدي بالميد بوينت وبيربنديكولار يبقى بيعدي بالسنتر. الاكسس اوف سيمتري اوف ا كورد is an axis of symmetry of the circle also. axis of symmetry الكورد يبقى axis of symmetry السيركل. The axis of symmetry of a circle is a straight line passing through the center. كلام بديهي مفروغ منه. دي فيها نقطة ودي ما فيهاش اهو، واللي تحتها ما فيهاش، خلاص امسح النقطة. مالكش دعوة، انت مالكش دعوة. The circle has infinite number of axes of symmetry. السيركل عندها عدد لا نهائي من الاكسس اوف سيمتري. عندها عدد لا نهائي من الاكسس اوف سيمتري. طب نص الدايرة وربع الدايرة هو اكسس واحد. قانون الاريا، قانون السيركمفرنس لسه قايلينه. الاريا باي 4 اوف 2، الراديوس سكوير روت اريا ديفايدد باي، او اعملها علاقه وادي الباي بالديفايد وبعد كده خد سكوير روت. طبعا المفروض تبقى بوزيتيف اور نيجاتيف، بس الراديوس بوزيتيف بس، مفيش راديوس بالنيجاتيف. سيركمفرنس 2 باي ار او باي دي. الار سيركمفرنس ديفايدد 2 باي، دي سيركمفرنس ديفايدد باي. طب الباي سيركمفرنس ديفايدد دايمتر، او 22 فير 7 او 3.14. ماشي يا حاجه جنى؟ ها، 22 فير 7. ممكن نشيل الباي ونحط 22 فير 7. ماشي. ذا بوزيشن اوف ا بوينت، الدرس اللي بعد كده قلنا ان نقطة لو جوه يبقى دي انسايد، لو على يبقى اون، لو بره يبقى اوتسايد. اوتسايد يبقى اكبر من الراديوس، اون يبقى بتساوي الراديوس، انسايد مش اقل من الراديوس وخلاص، اقل من الراديوس واكبر من او يساوي الزيرو، يعني مش هينفع تخش في النيجاتيف. طب الخط ده كده سيكند، ده كده تانجنت، ده كده اوتسايد. ده قطع السيركل في نقطة اكس وواي.
ده قطع السيرفس في اللاين سيجمنت اكس واي، ده قطع السيركل وقطع السيرفس في النقطه ايه، ده قطع السيركل وقطع السيرفس بفاي. ليه ما قطعش خالص؟ فاكس. the tangent is perpendicular to the diameter. ماشي، التانجنت بيربنديكولار على الدايمتر، وكمان بيربنديكولار على الراديوس اللي جه عند البوينت اوف تانجنسي. the perpendicular line to the radius or the diameter is a tangent. العكس، افرض الخط ده بيربنديكولار للراديوس او التانجنت، اسف الراديوس او الدايمتر، يبقى الخط ده تانجنت. طب لو رسمت تانجنت وتانجنت من على نهايات الدايمتر، جبت دايمتر ورحت راسم تانجنت من هنا وتانجنت من هنا، التانجنتس دول هيبقوا بارلل لبعض، التانجنتس دول هيبقوا بارلل لبعض. بوزيشن اوف ا سيركل، لو عندهم نفس السنتر بنسميهم كونسنتريك، بيبقى الام ان بزيرو. مين الام ان ده؟ اللي هو المسافه بين الاثنين رادياي، الام والان، المسافه بين الاثنين سنترز، اسف، المسافه دي كده بنسميها الام ان. لو هم كونسنتريك يبقى المسافه دي زيرو، ما هم اللي عندهم نفس الراديوس، يبقى مفيش مسافه. طيب واحده جوه الثانيه، يعني مش عندهم نفس السنتر، لا متزحزحه سيكا يمين كده، يبقى ساعتها الام ان ده هيبقى اقل من الماينس. طب تاتشنج انترنال، يعني الدايره الصغيره لمسه الكبيره من جوه، يبقى الام ان ده بيساوي الماينس بتاع الاثنين راديان. طب لو انترسكتنج ما بين الماينس والبلس، طب لو تاتشنج اكسترنالي قد البلس، طب لو بعدت خالص وسميناها ديستنت اكبر من البلس. بديهيه اظن يعني، مش محتاجه. هنا انترسكتنج ما بين الماينس والبلس، تاتشنج انترنالي قد الماينس، تاتشنج اكسترنالي قد البلس. هنا واحده جوه الثانيه اقل من الماينس، ديستنت اكبر من البلس. اه انترسكتنج قد الماينس، قد البلس، اقل من الماينس، اقل من البلس، اكبر من البلس. كونسنتريك زيرو. كرولري 1. The line of centers of two touching circles passing through the point of tangency is perpendicular to the common tangent. الواي دي زيادة، ايه الواي دي؟ is perpendicular to the common tangent at this point. يعني لو جيت وصلت line of centers وجيت جبت كومن تانجنت، فالكومن تانجنت ده بيبقى بربنديكولار على اللاين اوف سنترز، سواء جبت الكومن تانجنت بالشكل ده او بالشكل ده. لو هم جوه بعض يبقى الكومن تانجنت من بره، لو لامسين بعض من بره يبقى الكومن تانجنت في النص. في الحالتين الكومن تانجنت ده يبقى بربنديكولار على اللاين اوف سنترز. The line of centers of the two intersecting circles is perpendicular to the common chord. عندنا بقى في حالة الانترسكتنج، لو جيت وصلت التو سنترز بيبقى الخط ده بيربنديكولار على الكومن كورد، ده كومن كورد، ده كومن تانجنت، خلي بالك. The two congruent touching external circles have two axes of symmetry. ودي جات لكم في التيست بتاعت المعاصر، ولا مش عارف مسمينها كيميوليتيف تيست بتاعت المعاصر. اه اول سؤال في التيست كان لو عندك تو كونجرنت، وخد بالك من كلمه كونجرنت لانه ما قالش كونجرنت، لو ما قالش كونجرنت مش هيبقوا اتنين، لو ما قالش كونجرنت يبقى ما فيش. يعني لو شال كلمه كونجرنت دي يبقى ما فيش، ما عنديش اكسس اوف سيمتري. لما كونجرنت لازم يبقوا زي بعض، فاقسمهم يا اما كده يا اقسمهم يا اما كده. طب لو مش كونجرنت مش هيتقسموا. ممكن بقى ساعتها لو مش كونجرنت تقسمهم بالعرض بس، انما بالطول مش هتظبط. يعني ممكن لو هم مش كونجرنت تقول 1. المفروض يجيبها لك مرسومه يعني برضه على حسب الرسم. ايدنتيفاينج ذا سيركل، اتكلمنا على ان السيركل لازم تتعرف بالسنتر والراديوس. سيركل باسنج ثرو 1 بوينت، كم سيركل تعدي بنقطه؟ عدد لا نهائي. نقدر نرسم عدد لا نهائي من الدوائر اللي شبه بعضها اللي بتعدي بنقطه، والسنترز بتاعتهم كلها هتبقى على نفس الدايره اللي هي شبههم برضه. يعني هنا دي دوائر مختلفه عن بعضها، انما هنا دي دوائر كلها قد بعضها، يبقى السنترز بتاعهم كلهم هيبقى على دايره واحده قدهم. طب سيركل بتعدي بنقطتين، والله كده اهو خلاص، سيركل بتعدي بنقطتين عدد لا نهائي. حددت لك راديوس، ولقيت انت ان الراديوس ده اكبر من نص المسافه بتاعت الاي بي اللي هو الكورد او الكومن كورد. لو هي الراديوس اكبر من النص بتاع الاي بي يبقى انت تقدر ترسم دايرتين. طب لو قد النص يبقى هي دايره واحده. طب اقل من النص كل سنه وانت طيب، ما ينفعش. يجي في السؤال يقول لك دايره بتعدي بنقطتين، او نقدر نرسم كام دايره بتعدي بنقطتين وسكت عدد لا نهائي.
قال لك في كام دايره تقدر تعدي بنقطتين A و B، وطول الاي بي كذا وريديوس كذا، لازم تعمل مقارنه. الريديوس اكبر ولا بيساوي ولا اقل؟ اكبر دايرتين بيساوي دايره، اقل مفيش. معلومه مهمه جدا جدا جدا، معلومه السمولست possible circle can be drawn passing through 2 points. اصغر دايره ممكن ترسمها تعدي بنقطتين هي الدايره اللي الريديوس بتاعها نص المسافه بين النقطتين. الريديوس بتاعها يبقى هاف ذا كورد، يعني طبعا نقطتين هتوصل ما بينهم هيدي لك كورد. فنص المسافه دي اللي هي النقطه دي كده، النقطه دي بالظبط، ده السنتر بتاع اصغر دايره ممكن ترسمها تعدي بنقطتين. اقل من كده لا. سيركل باسنج ثرو 3 بوينتس على حسب كولينير ولا نون كولينير. والله لو كولينير مستحيل، هم على نفس الخط هعدي بيهم دايره ازاي؟ ما ينفعش. طب نون كولينير يعني عاملين مثلث كده، تقدر ترسم دايره واحده، والدايره دي السنتر بتاعها بيبقى هو البوينت اوف انترسكشن of the three line segments joining the 3 points. يعني تقسم الاي بي بالنص، تقسم السي بي بالنص، تقسم الاي سي بالنص، تجيب اكسس اوف سيمتري للاي سي، تجيب اكسس اوف سيمتري للاي بي، تجيب اكسس اوف سيمتري للسي بي. الثلاثه اكسس اتقطعوا في نقطه، النقطه دي هي السنتر بتاع الدايره الوحيده اللي هتعدي بالاي والبي والسي. والدايره دي بنسميها ذا سيركم سيركل، والمثلث ده بنسميه ذا انسكرايبد تراينجل. سيركم سيركل انسكرايبد تراينجل. Corollary to the perpendicular bisectors of the sides of a triangle intersects. في corollary هنا بيقول لي the perpendicular bisectors of the sides of a triangle intersects at the center of the circumcircle and its position changes according to the type of the triangle. يعني انت لو جيت تجيب الثلاث خطوط اللي هم بيقطعوا الاي بي والبي سي والاي سي اللي انا لسه قايل لك عليهم، هيتقاطعوا مع بعض جوه لو المثلث اكيوت، هيتقاطعوا مع بعض على الميد بوينت بتاعت الهايبوتنس لو المثلث رايت، اتقاطعوا مع بعض من بره لو المثلث اوبتيوس. وده يفرق عن موضوع الهايتس، لان هنا دي بيربنديكولار بايسيكتورز للخطوط، انما هنا دي هايتس في المثلثات. هايت يعني جاي من الفيرتكس بيربنديكولار على البيز، مش بيقسمها بالنص، لا هو جاي بيربنديكولار. ممكن يقسمها بالنص ممكن لا، بس هو جاي بيربنديكولار، يقسمها بالنص في حاله الايكولاترال وحاله الايسوسيلز، لما في اي مثلث تاني لا. المهم ان ده هايت بيبقى جاي بيربنديكولار، بس وظيفته ان هو يبقى جاي بيربنديكولار، والله جه في النص خير وبركه، ما جاش ما يشغلش بالنا. انما ده اسمه بيربنديكولار بايسيكتور. بيربنديكولار بايسيكتور يعني بيجي بيربنديكولار في النص، الاكسس اوف سيمتري يعني. الالتيتيودز او الهايت في الاكيوت بيتقطعوا جوه، في الرايت بيتقطعوا اون ذا فيرتكس اوف ذا رايت انجل، في الاوبتيوز بيتقطعوا بره، يعني دول الاثنين بره ودول الاثنين بره، اللخبطه بتبقى هنا. السايدز بايسيكتورز او الاكسس اوف سيمتريز، الاكسس اوف سيمتري بيتقطعوا في الميد بوينت اوف ذا هايبوتنس، انما هنا بيتقطعوا اون ذا فيرتكس اوف ذا رايت انجل. دي السبيشال كيس بتاعت الايكولاترال ترانجل، اللي هو بيبقى عنده كل حاجه شبه بعضها. يعني في الايكولاترال ترانجل الثلاث خطوط اللي مرسومين دول بسم الله الرحمن الرحيم كده ينفعوا يبقوا اكسس، ينفعوا يبقوا التيتيودز، ينفعوا يبقوا هايتس، ينفعوا يبقوا ميديانز، ينفعوا يبقوا انجلز بايسيكتورز، كل حاجه. طب الايسوسيلس الخط اللي جاي بالطول بس هو اللي ينفع يبقى كل حاجه، انما الخطين اللي طالعين من تحت دول هم وظروفهم بقى. اللي مش فاهم بقى الفرق بين الخطوط هي الرسمه دي تفهمك. الخط ده البربنديكولار بايسيكتور اللي بنسميه اكسس اوف سيمتري، جاي في النص بربنديكولار. خط بالازرق ده ميديان، ده جاي في النص بس مش بربنديكولار. الهايت بقى ده جاي بربنديكولار بس مش في النص، يعني ده جاي بربنديكولار، اللي بالاحمر جاي بربنديكولار، بالازرق جاي في النص، اللي باللون الفوشياك ده في النص بربنديكولار الاثنين مع بعض. اما الخط الاخضر ده بيقسم الانجل نصين، نسميه انجل بايسيكتور. اكسس اوف سيمتري اوف ا تراينجل. الاكسس اوف سيمتري للايكولاترال 3، للايسوسرس 1، للسكيلين 0. الاكسس اوف سيمتري للمثلث بيتحدد على حسب النوع بالنسبه للسايدز. خلي بالك في فرق بين ان انا اقول لك اكسس اوف سيمتري للسايد لينث، وبين ان انا اقول لك اكسس اوف سيمتري للتراينجل كله على بعضه. اكسس اوف سيمتري للسايد لينث يعني يقسم السايد بالنص،
فالسايد ده ليه اكسس والسايد ده ليه اكسس والسايد ده ليه اكسس، وهنا السايد ده ليه اكسس والسايد ده ليه اكسس والسايد ده ليه اكسس. بس هنا انا مش بسالك على الاكسس بتاعت السايدز، انا هنا بسالك على اكسس للمثلث ككل كشكل. اكسس للمثلث ككل يعني خط يقسم المثلث نصين، تيجي تطبقهم على بعض ينطبقوا تماما. في الايكولاترال ممكن تطبقه بثلاث طرق، سواء كده او كده او كده. هنا طريقه واحده، هنا ما تقدرش تطبقه. نقدر نرسم دايره تعدي بالفيرتيسز بتاعت اي مثلث، بتاعت اي سكوير، بتاعت اي ريكتانجل، وبتاعت اي اسوسيس ترابيزي. من الاخر الشكل يكون الاثنين انجلز في وش بعض دول 90، الاثنين انجلز في وش بعض دول 90، الاثنين انجلز في وش بعض دول 90. او لو هو مثلث فكده كده مجموع الانجلز كلها 90، وكده كده اي دايره بتعدي باي مثلث. انما في الباراليلوجرام والرومبس والريجولار ترابيزيوم ما ينفعش نرسم دوائر تعدي بالفيرتيسز بتاعتهم، لان انت لو جيت ترسم دايره هتعدي بين الثلاث نقط دول والرابعه لا، او ممكن تعدي بالنقطتين دول بس اصلا. نفس الكلام هنا ممكن تعدي بثلاثه دول والرابعه لا. نفس الكلام هنا ممكن تعدي باثنين بس، ممكن تعدي بثلاثه، انما الرابعه لا. فالثلاث اشكال دول ما اقدرش ارسم عليهم دايره، انما هنا اقدر ارسم. هنبدا نحل مع بعض بقى اسئله التقييمات بتاعت الوزاره. طبعا التقييمات عندكم بتبقى متقسمه لثلاث اجزاء: كلاس بيرفورمانس وهوم بيرفورمانس والاسسمنتس اللي هي التقييمات نفسها بقى. التقييمات دي بتبقى ثلاث نماذج بس، اول اسبوع ما بقالوش تقييمات. كلاس بيرفورمانس ده حاجه يعني كده مشي حالك ملهاش لازمه اصلا. المهم بيبقى هو الهوم ورك وبيبقى الاسسمنتس. اول اسبوع زي ما قلنا ما فيهوش، خلينا نحلهم كلهم مع بعض. هنشوف الاسسمنتس تبدا تظهر معانا من تاني اسبوع. اللي عايز يحل يرفع ايده. هنا في ويك 1 بيقول لي في ليسون 1 اتكلمنا على solving the two equations the first degree in two variables graphically and algebraically. class performance هنا بيقول لي جلال bought 3 kilograms of apples, 2 kilograms of banana and paid 300 pounds. بعد كده اشترى 2 كيلوجرام من الابلز و4 كيلوجرام من البراله ودفع 360 جنيه. help جلال to find the price of a kilogram of apples and bananas. مسألة يعني مضمونها ومحواها في الاخر معناها بيقول لك كأنه بكده بيقول لك هات لي السوليوشن سيت. هنفترض ان الابلز دي اكس والبنانز دي واي، يبقى هو اشترى 3 كيلو جرام ابل يبقى عندك 3 اكس، و2 كيلو جرام بنانا يبقى 2 كيلو جرام بنانا 2 واي. دفع في الاخر 300 جنيه. جه عم جلال اشترى 2 كيلو جرام من الابل يبقى دي 2 اكس، واشترى 4 كيلو جرام من البنانا يبقى ده 4 اكس. دفع كام؟ دفع 360 جنيه. حلهم مع بعض اوميتنج سبستيتيوتنج كالكليتور، وهات الاكس وهات الواي، قيمه الاكس وقيمه الواي. يبقى هي دي سعر ال الكيلو جرام من الابل والكيلو جرام من البنان. طبعا انت ممكن تحلهم عن طريق الاوميتنج. لو عملت فوق تايمز نيجاتيف 2 هتطلع لك من هنا نيجاتيف 6 اكس نيجاتيف 4 واي. هنا بس احنا كنا مسمينا اكس دي المفروض تبقى واي، ايكوال نيجاتيف 600. اللي تحت بقى سيبها زي ما هي 2 اكس اللي هي بالاحمر دي انا اكتبها زي ما هي، انما اللي بالازرق غيرتها عملت لها تايمز نيجاتيف 2. فتلاقي ده راح مع ده، و2 ماينس 6 بنيجاتيف 4 اكس، وهنا 360 ماينس 600 تبقى نيجاتيف 240. شيل النيجاتيف مع النيجاتيف وودي الفور بالديفايد تطلع 60. ده سعر مين؟ سعر الاكس. الاكس دي مين؟ الابل. يبقى انا اقول له سعر الابل 60. يبقى سعر ال ال البنانا هعوض بقى مكان ال 6 دي في اول علاقه او في تاني علاقه مش تفرق، واجيب قيمه الواي. انا هقعد في الاولى، حط مكان الاكس 60 يبقى 180 واديها بالماينس. يبقى انا اجي هنا اقول له يبقى دي كده عباره عن 3 تايمز 60 بلس 2y equals 300. يبقى 180 واديها بالماينس، 300 ماينس 180 هتطلع معايا 120. يبقى الواي 120 ديفايدد 2 اللي هي 60. يبقى دي طلعت 60 ودي طلعت 60. عشان تتاكد من حلك عوض في العلاقه الاولى او الثانيه. انا هقعد في الثانيه. 2 تايمز 60 120، و4 تايمز 60 ب 240. 120 و 240 هل مجموعهم 360؟ مجموعهم 360. محمد عماد، فهمت حاجه؟ اه فهمت يا مستر. اتمنى ذلك. find in R cross R
the solution set of the following equations graphically. عايز يعملها جرافيكالي، نقول له عينيا ليك، تعالى نعملها جرافيكالي مع بعض. طبعا انت عشان تعملها جرافيكالي لازم تعمل ايه؟ تعوض بنقط. هعوض انا في العلاقه الاولى دي مثلا بايه؟ عايز تعوض بايه؟ 0 1 2 مثلا. ماشي اهو. احط لك جدول، ممكن تعملها بالكالكليتور كمان. ادي اكس وادي واي، 0 1 2 اهو. لما تحط الاكس بزيرو تطلع لك الواي بكام؟ نيجاتيف 3. لما تحط الاكس ب1 نيجاتيف 1. حط الاكس ب2. 1. هات العلاقه الثانيه، اكس بلس 2 واي ايكوالز 4. مسطره وقلم رصاص كله، انا بحل كروكي كده، انما انت ايه؟ مسطره وقلم رصاص في الامتحان. ادي اكس وادي واي. ها، 0 1 2. عند الاكس بزيرو تطلع لك الواي ب2. عند الاكس ب1 بقى هتطلع لك عند ال1 ارقام ديسيمال هتبقى رخمه. يعني بص، حط الاكس ب1 هتبقى 1 بلس 2 واي ايكوالز 4، يبقى 2 واي ايكوالز 4 ماينس 1 ب 3، يبقى 3 اوفر 2 اللي هي 1.5. ممكن تعوض بدل ال1 بقى، ممكن تعوض ب2 و4 هتظبط معاك. تعال عوض ب2 مكان الاكس 2، يبقى هتبقى 2 واي ايكوالز 2، يبقى الواي ب1. صح؟ أيوة. حط 4 فهتبقى 2 واي ايكوال 0، يبقى الواي ب0. صح؟ صح. بس. وممكن اسهل نقطتين تعمل ايه؟ تحط الاكس مره بزيرو والواي مره بزيرو. ده اسهل نقطتين، تحط الاكس مره بزيرو، حط الواي مره بزيرو. مسطره وقلم رصاص، مسطره وقلم رصاص. 0 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5، 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. لو احتاج تبقى زود. اول نقطه 0 نيجاتيف 3 اهي. بعد كده، 1 ونيجاتيف 1. بعد كده 2 1. وادي وصل خط بالمسطره والقلم الرصاص، واعمل الخط التاني. 0 2 2 1 2 4 0. يبقى تقطعوا مع بعض فين؟ عند ال 2 وال 1. 2 1. ايوه، 2 1 دي هي البوينت اوف انترسكشن، وهي دي مين؟ السوليوشن ست. بس كده. هو كان عايز ايه؟ فاين ذا سوليوشن السوليوشن. سيت. خلاص جبنا له السوليوشن سيت، وبارك الله في راسك، اسهل ما يكون. تعال نتاكد بالكالكليتور، تعال نتاكد بالكالكليتور. زي ما قلنا مود ايكويشن، وتختار الايكويشن الاولى، قلناها. مود ايكويشن وتختار الايكويشن الاولى. اول ايكويشن تطلع لك اللي هي يبقى شكلها عامل كده، اي ان اكس بلس بي ان واي ايكوال سي ان، وتدخله الاي والبي والسي. بس اهم حاجه المساله تبقى شكلها متظبط. يعني ايه؟ يعني ال2 اكس وجنبيها الواي وال3 الناحيه الثانيه، يبقى انا هودي ال2 اكس كده تبقى نيجاتيف 2 اكس بلس واي ايكوال نيجاتيف 3. وهنا دي جاهزه اهي، اكس بلس 2 واي ايكوالز 4. اهم حاجه اكس واي ابسوليوت، اكس واي ابسوليوت. ابدا ادخل الاكس والواي والابسوليوت. هنا نيجاتيف 2 1 نيجاتيف 3 اهو، نيجاتيف 2 ايكوال 1 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال. وهنا ادخل 1 2 4، 1 ايكوال 2 ايكوال و4 ايكوال، وادوس ايكوال يطلع لي 2 و1. 2 1 دي هي الاجابه اللي هي السوليوشن سيت. تمام. في السؤال اللي بعد كده احمد عماد بيقول لي ايه؟ احنا خلصنا ده. بيقول لي هنا ايه؟ انا عايزك تجيب السوليوشن سيت الجبريكلي. الجبريكلي دي يعني ايه؟ يعني بالاوميتنج او بالسبستيتيوتنج. عايز تحلها اوميتنج ولا سبستيتيوتنج؟ لا أوميتي. انا احب احلها اوميتنج، ما احبش احلها سبستيتيوتنج. كده كده السبستيتيوتنج بنستخدمها في الدرس اللي بعده. طبعا ممكن ماشي. السبستيتيوتنج ممكن على فكره تحل بيها الدرس بتاع ولا هنا درس ايه؟ احنا substituting دي الدرس الثالث لسه. اه، الدرس الثالث مش الدرس اللي بعده. نكمل. يبقى هنا عامل عندنا تايمز 2. 2x minus y وx بلس 2y. يعني انا قصدي الدرس الثالث، احنا لسه ما خدناش الدرس الثالث، مش هيتحل غير بالسبستيتيوتنج. عشان كده انا احب احل الدرس الاولاني بالاوميتنج، نبعد عن السبستيتيوتنج، كده كده هتتعبنا في الدرس الثالث لوحدها. الاوميتنج تبقى اسهل. هنيجي نخلي الاثنين قريبين من بعض، هنشيل حاجه مع حاجه، هتعمل ايه؟ ممكن أعمل تايمز 2 في الأولى. أعمل تايمز تايمز 2 في 2 في الأولى. الاولى. لما تعمل تايمز 2 في الاولى هنا هتبقى 2، وهنا هتبقى 4، وهنا هتبقى 6. صح؟ صح. فدي هتروح مع دي، فتبقى هنا 4 بلس 1 5، وهنا هتبقى 6 بلس 3 9، يبقى الاكس 9 اوفر 5. ولا حاجه غلط؟ لا، صح.
اه. مظبوطه. مظبوطه. اه في حاجه غلط. احنا هنا كاتبينها 3 وهي المفروض تبقى 4. اه صح صح. كده اهي. يبقى دي 10 و10 اوفر 5 ب 2 بقى. صح كده، يبقى جبنا الاكس ب 2. صح. عايزين نجيب الواي نعمل ايه؟ هنعوض بقى في تاني واحدة، ممكن عوض نعوض في اول بكل. واحده او تاني واحده. عوض في تاني واحده. في تاني واحده احط الاكس ب 2 واديها بالماينس، هتبقى 2 واي ايكوال 4 ماينس 2. زيرو. يبقى 2 واي ايكوال 2، يبقى الواي ايكوال 1. جبت زيرو منين؟ صح صح معايا. اه اه. بس سوليوشن سيت كده مين ومين؟ 2 1. ولا 1 و2؟ لا 2 1. طيب هنا بقى عايز النمبر اوف سوليوشنز، مش عايز يحل بعناية كده. اقدر اجيبه. ال7 ينفع تبقى 5؟ مستحيل. يبقى ده معناه ان السلوب مختلف عن بعض، يبقى ده معناه ان هم انترسكتنج عندهم 1 سوليوشن. وانا مغمض كده. تمام. The sum of two real numbers is 40. نبدأ نحل سؤال بقى ايه من اسئلة الابليكيشنز يا حاجة جوري. sum of two real numbers is 40. ممكن اقول ان التو نمبرز دول x و y، يبقى x بلس y equals 40. صح. صح. والديفرنس 10، يعني ممكن اقول x minus y equals 10. مظبوط. مظبوط. مش محتاجة حاجة. يبقى ال 2x بكام؟ ب 50 يبقى يبقى الاكس 25. يبقى الواي. الواي هنحطها 25. 40 minus 25 هتبقى 15. بس كده. ايه هما التو نمبرز؟ 25 and 15. سؤال زي ده بيقول لي the difference between the measure of two acute angles in a right angle triangle. السؤال ده ما يجاوبوش غير اللي شاطر في التراكم بتاع الجيومتري. ومجموع الاثنين انجلز اللي في الرايت انجل تراينجل المفروض يبقوا كام؟ ما هو عنده واحده 90. 90. عنده واحده 90، يبقى الاثنين التانيين لازم يكونوا 90. لو ما عرفتش المعلومه دي ما تعرفش تحل. خدنا زيها في الحصه اظن. حلينا زيها في الحصه. ده اكس بلس 2 واي. اسف، اكس بلس واي. هنفترض ان دول هما الاثنين انجلز مجموعهم 9. وقال لي ان الديفرنس ما بينهم 50، يبقى الماينس بتاعهم 50. يعني هو عطاني الماينس وانا جبت البلس من مخي. نفس المساله اللي فاتت. يبقى كده 2 اكس بتساوي. 130. لا صلى على النبي. تبقى 70. يعني ما تمشيش معاك 140 ولا 130. يبقى الاكس ب 70، يبقى الواي بكام؟ الواي هتبقى 20. يبقى الواي ب 20. عشان الماينس بتاعهم يطلع 50 عشان البلس بتاعهم يطلع 90. يبقى التو انجلز هم 70 و 90. خلاص خلص الموضوع. الكلاس بيرفورمانس بقى في الدرس اللي بعد كده basic definitions and concept of a circle. قول لي يا حاج عمر. In front of you a picture of a garden designed with a flower bed designed like two circles with the same center. يعني هو ايه؟ كأنهم اتنين سيركلز كونسنتريك كده. لو جيت تلاحظ هو عامل دايرة اهي كبيرة وفي دايرة صغيرة اهي. شايفهم؟ اه. يقول لي work with your group to draw different circles and calculate their circumference and area. يعني هو بيقول لك اقعد مع اصحابك واقعدوا ارسموا بقى ورقه وورقه وارسموا دوائر مختلفه. واقعدوا بقى احسبوا الراديوس واحسبوا السيركمفرنس واحسبوا الاريا. collaborate with your group in writing down your observations. تقعد بقى كل واحد يرسم دايره وتشوف الراديوس تقيسها بكام. بتعمل الحاجات دي بايدك بتستفيد جدا على فكره. الحاجات دي بتنمي صح. بعيدا بقى عن مهاراتك العلمية، بتنمي مهاراتك الاجتماعية ومهاراتك الشخصية. ازاي تتعامل مع اصحابك، ازاي تتناقش، ازاي تفكر. الحاجات دي بتبقى لذيذة جدا يعني. ما علينا، هو سؤال مش هيتحل يعني. انت بقى برسم دايرة وبحسب لها سيركمفرنس واريا لوحدك. بس يعني في المجمل هي لذيذة. هوم بيرفورمانس او هوم وورك. Find the largest chords of the circle with area 16 باي. ايه اللارجست كوردز دي؟ اللارج كوردز دي اللي هي الدايمترز يعني هو عايز الدايمتر من الاخر. الاس دي زيادة. عايز الدايمتر، ما اللارجست كورد ده هو الدايمتر. يعني هو عايز الدايمتر بتاع السيركل الاريا بتاعها 16 باي. ايه قانون الاريا يا حاج عمر؟ قانون الاريا اللي هو باي ار بار 2. محترم. يبقى الباي هتقول لي الباي ايه؟ باي باي. باي باي. يبقى الار بكام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى بس الار النيجاتيف بوزيتيف ريفيوز. ونيجاتيف 4. بس النيجاتيف ايه؟ ريفيوز. ما ريفيوزد. يبقى الدايمتر بيت. محترم. السؤال اللي بعده بيقول لي find the circumference وعطي لك الاريا. يبقى لازم انت تجيب الراديوس. باي صح. ار باور اوف 2 ب 25 باي. يبقى الار ب 5. السيركمفرنس بقى 2 باي ار. يبقى 2 تايمز 5 ب 10. وادي الباي. طبعا هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر.
A chord ب 16 is drawn in a circle with diameter 20. يعني عندك كورد ب 16 والدايمتر 20. نفترض ان ده الكورد اهو، طوله كام؟ 16، وعندك الدايمتر ب 20، وبيقول لك انا عايز الديستنس ما بين السنتر والكورد، يعني عايز المسافه دي. حليناها في الحصه. سؤال خطير، السؤال ده من الاسئله الخطيره. وافتكر قلت لك انا جالي في الامتحان وقعدت ارسم دايره ومش عارف ايه. أيوة. هنا وظيفتك تعرف الراديوس. الراديوس بكام؟ ب 10، وتوصل لي الراديوس كده. فهتعمل رايت انجل تراينجل، ادي ال 10 وال 16 دي هتتقسم 8 و8، فالحته دي هتبقى 8، ويبقى عندك رايت انجل تراينجل تقدر من خلاله تعرف المسافه دي كام. تطلع كام المسافه دي؟ آه، دي هتطلع 6 سنتيمتر من بايثاغورس. عارف 6 هتعملها ازاي ولا مش عارف؟ أيوة. لا عارف، 10 باور طلعتها. اوف 2 minus 8 باور اوف 2 تحت السكوير. In the following figure D by 6 AB measure angle MAD 50. حطيتها لك على الرسمه. find ال AMD. عايز دي، طب خلاص دي ب 90. لو عايز تعمل له بروف اقول له سنس ايه اول حاجه؟ سنس إن الإم دي اللي هو بيربنديكولار على الإي بي. لا، therefore إن الميجر. المعلومه بتاعت ان الدي باي 6 الاي بي الاول اهو. الدي باي 6 اه الاي بي، يبقى ده معناه ان الام دي بيربنديكولار على الاي بي، صح؟ صح. يبقى ميجر الانجل ام دي اي ب 90، وهو عاطي لك واحده ب 50 اللي هي مين؟ اللي هي الميجر أنجل الإم إي دي. او الاي بس عادي مش فارقه. يبقى ده معناه ميجر انجل اي ام دي اللي هو عاوزه. على فكره اللي ب 50 مش الاي ام دي، ام اي دي. الاي ام دي بقى اللي هو عايزها اللي هي دي، اللي هي 180 ماينس 50 ماينس 90، صح كده؟ صح كده. يعني كانها 90 ماينس 50، 40 ديجري. طب تعال نشوف اللي جنبها. الاي بي ب 6، الام دي ب 4. خد بالك الاي بي كله ب 6 والانجل دي ب 90، يبقى الحته دي ب 3 والحته دي ب 3، والام دي ب 4 اهي، ودي ب 50 ودي ب 90، يبقى دي ب 40. فايند ذا اريا. عايز الاريا، يبقى انت لازم تجيب الراديوس. هتجيب الراديوس منين؟ دي 4 ودي 3. أعمل اللي هو سكوير لل 4 باور 2 بلس 3 بايثاغورس. باور 2 يبقى 5. نعمل خلاص كده جبت الاريا. نعمل بروف. سنس ان الاي بي ايكوال 6، وسنس ان الام دي ايكوالز 4، وسنس ان الام دي بيربنديكولار على الاي بي، يبقى ده معناه ان الاي دي بتساوي 3. اخد ال 3 دي بقى اول 4 واطبق بايثاغورس، يبقى ده معناه ان الام اي بتساوي سكوير روت 3 باور اوف 2 بلس 4 باور اوف 2 تطلع 5 سنتيمتر، واقول له ما بين قوسين فروم بايثاغورس. ويبقى ده معناه ان الاريا بتساوي باي ار باور اوف 2 يعني 25 باي سنتيمتر سكوير. فيها مشاكل؟ لا يا مستر. شكرا يا حاج عمر. كلاس بيرفورمانس اللي بعد كده تكمله solving two equations of the first degree، تكمله على الدرس الاول. مروان is 5 years older than his brother Muhab. After 3 years their total age will be 25 years. How old are they now? طبعا دي بقى التقييمات بتاعت الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني كان اول درس اخدناه المفروض، يعني لو انت رحت المدرسه، solving two equations of the first degree in two variables graphical and algebraically، وده تكمله للجزء اللي اتاخد في الاسبوع اللي قبل. يعني الدرس ده اتقسم على اسبوعين. مروان is 5 years older than his brother، يعني هو دلوقتي اكبر من اخوه ب5 سنين. يعني ممكن اقول ان هو اكس واخوه واي. يبقى لو هو اكبر من اخوه ب5 سنين يبقى اكس بتساوي واي بلس 5. بعد 3 سنين، بعد 3 سنين عمره زاد 3 وعمر اخوه زاد 3، وبقى مجموعهم هما الاثنين 25. يعني هو دلوقتي لو كان اكس واخوه واي فهو اكبر من اخوه ب5 سنين. بعد 3 سنين بقى الاكس دي هتبقى اكس بلس 3، والواي هتبقى واي بلس 3. وبيقول لي ان مجموع عمرهم بعد 3 سنين هيبقى 25، يعني اكس بلس 3 بلس واي بلس 3 تطلع 25 في الاخر. يعني من هنا ممكن اقول اكس بلس واي بلس 6 ايكوالز 25، واقدر اقول اكس بلس واي ايكوالز 25 ماينس 6 اللي هي 90. ومن هنا ممكن ادخل دي جوه واخليها اكس ماينس واي ايكوالز 5. يبقى عندي علاقه وعندي علاقه، احلهم مع بعض، اجيب قيمه الاكس وقيمه الواي، وبارك الله في مراسم.
فانا هجيب العلاقه x minus y equals 5، والعلاقه الثانيه اللي هي x plus y equals 19، واحلهم اوميتنج، اشيل ده مع ده يديني 2x equals 25، يبقى 2x equals 24، يبقى الاكس ب 12. هرجع اقعد مكان الاكس، لو حطيت مكان الاكس 12 هيبقى نيجاتيف واي ايكوال 5 ماينس 12. انا هوديها الناحيه الثانيه، يبقى نيجاتيف واي ايكوالز 5 ماينس 12، او نيجاتيف واي ايكوالز 5 ماينس 12. يعني النيجاتيف واي ايكوال نيجاتيف 7، فالواي ب 7. يبقى ده فعلا معناه ان الاكس بتساوي واي وزياده عليها 5. اه الاكس ب 12، يبقى هي فعلا الواي وزياده على 5. يعني فعلا لو قلنا ان الاكس ده مروان، يبقى فعلا مروان هو اكبر من اخوه مهاب ب5 سنين. فعلا لو قلنا ده مروان اهو، يبقى مروان فعلا اكبر من مهاب ب5 سنين. وكمان بعد 3 سنين، بعد 3 سنين مروان هيبقى 15 سنه ومهاب هيبقى 10 سنين. لما تيجي تجمع ال 15 سنه مع ال 10 سنين هيدولك 25 سنه فعلا. ده كده العلاقة سليمة. نشوف بقى يا حاج براء. answer the following questions find in R cross R the solution set graphically. برضو عايزها جرافيكال. يلا بينا. ولا مش محتاجة؟ احنا لسه عاملين واحدة. هات لي الجدول وابقى ارسم انت مع نفسك. احنا لسه عاملين واحدة، هي يعني مش حكاية، صح؟ اه. ها حط الاكس بكام وكام وكام؟ 0 1 2. 0 1 2، وهنا 0 1 2. ها الإكس بزيرو في أول واحدة 5 تبقى الواي 4 4 3. 3. هنا علشان موضوع النيجاتيف ما يلخبطناش، بص انا عشان موضوع النيجاتيف ده هيحيرنا في الحسابات، احط 0 1 2 هنا. حط مكان دي 0 يبقى اكس ب 1، حط مكان دي 1 واديها بالبلس، حط مكان دي 2 واديها بالبلس. اسهل صح؟ مظبوط اه. وارسم بقى اهو. 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5، مسطره وقلم رصاص. 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. حط اول نقطة 0 5 اهو 0 5، واللي بعديها 1 4 واللي بعديها 2 3 وصل خط المسطرة قلم رصاص. 1 0 1 0 2 1 2 1 3 2 3 2. واضحة خالص. بس هنا 3 2 دي هتيجي هنا يبقى قطعوا بعض فين؟ في 3 2. قطعوا بعض في نقطة 3 في الاكس، 2 في الواي. Find in R cross I the solution set of the following equations algebraically. عايز تحلها بإيه؟ اوميتنج. ماشي. x plus 2y equals 5. هجيبها اظبطها بقى، اخليها 3x minus y equals 8، صح كده؟ مظبوط. تعمل ايه؟ نضرب التانية في 2. ادي 2 وادي 6 وادي 16، صح؟ صح، أنا لازم أعد. يبقى 7x 21، يبقى الاكس 3، يبقى الواي واي 1. صح. هتودي دي الناحية التانية تدي لك 2 divided 2 تدي لك 1. يبقى السوليوشن سيت هنا equal 3 1. طب تعال نشوف اللي بعدها. Find the values of A and B noting that 3 and negative 1 a solution of the two equations. ماشي خلاص. يبقى حط مكان الاكس كام؟ 3. يبقى 3A. مكان الواي نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف B equals 5. وهنا حط مكان الاكس 3 يبقى 9x، حط مكان الواي نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف B equals 17. وحلهم برضو ايه؟ اوميتنج. كأنها اكس وواي، يعني كأن المسألة دلوقتي بقت اكس واي، بس هي دي اي دي، بس هي اي وبي. 9a minus b equals 17. ممكن تعمل تايمز نيجاتيف 1 فوق وتخلي دي بوزيتيف، تخلي دي نيجاتيف وتخلي دي نيجاتيف، فدي هتروح مع دي، ودي تدي لك 6a ودي هتدي لك 12، يبقى الاي ب 2. وتعوض مكان الاي ب 2 هنا تدي لك 18. 18 تروح بالماينس، يبقى 1. 17 ماينس 18 نيجاتيف 1 يبقى 1، صح كده؟ مظبوط. تعال نتأكد برضو ان الاي ب 2 والبي ب 1. خلاص حط مكانها مثلا ال A2 يبقى 18 ماينس 1 تدي لك 17، يبقى إجابة صحيحة. ممكن تجربها فوق كمان، ممكن تعملها بالكالكليتر. تعال نجرب نعملها بالكالكليتر عشان نتأكد إن إجابتنا صحيحة. يبقى 3 نيجاتيف 1 و5 و9 ونيجاتيف 1 و17 equal to 1. يا سلام، إجابة صحيحة.
تعال نشوف اللي بعدها. A rectangle whose length exceeds its width by 4. يعني لو قلنا ان اللينس اكس والويدث هو اللينس ازيد منه ب 4، يبقى لو قلنا اللينس اكس يبقى الويدث كام؟ الويتس واي مثلا أو اكس ماينس 4. اكس ماينس 4 أيوة. ممكن اعكس اقول ده هو الاكس يبقى ده اكس بلس 4، كده هتبقى اسهل صح؟ اه The perimeter of the rectangle 28. ايه قانون البريمتر؟ البريمتر بتاع rectangle لينس بلس ويتس تايمز 2 خلاص هو عطالك البريمتر ب 28 وانت معاك اللينس بكام؟ اكس بلس 4. والويدث باكس، كل ده تايمز 2. ممكن تودي ال 2 بالديفايد يبقى دي 14، واكس مع اكس 2 اكس بلس 4، ودي ال 4 بالماينس يبقى 2 اكس ب 10. صح؟ اه يبقى الاكس ب 5، يبقى اللينث 9 والويدث 5 سنتيمتر سنتيمتر. اكيد هيسأل على الاريا، يبقى الاريا غير لينس تايمز ويتس اللي هي 9 تايمز 5 هتديني 45 سنتيمتر سكويرد. التي تليها 2 سبلمنتري يبقى مجموعهم كام؟ 180. يبقى x بلس y بتساوي 180. The twice of the greatest، وليكن الجريتست هي الاكس، يبقى 2x is equal to 7 times the smallest، يعني 2x بتساوي 7y. يعني انا اقدر اقول 2x minus 7y بتساوي 0، واخد دي اعمل فيهم ايه؟ أعمل الأولى اعمل مش فيهم هيشتغلوا. omitting. ممكن اه اعمل اللي فوق تايمز 7، يبقى هنا تايمز 7 وهنا أو 100. مثلا نعمل نيجاتيف 2. الاسهل ايه؟ الاسهل نعمل تايمز عملناهم نيجاتيف. نيجاتيف 2. صح، الاسهل نعمل تايمز نيجاتيف 2. الاسهل نعمل تايمز نيجاتيف 2 نطير الاكس مع الاكس، يبقى هنا نيجاتيف 2 وهنا هتبقى نيجاتيف 2 وهنا هتبقى تايمز نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف 340. صح كده ولا 360؟ 60. نيجاتيف 360. حلهم بقى مع بعض. الاكس هتروح مع الاكس و2y minus 7y نيجاتيف 5y ونيجاتيف 360. شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الواي 360 ديفايدد. 40. ادي 360 ديفايدد 5 تدي ايه اللي جابها 40؟ مش هما احنا بس قصدي هو ده بوزيتيف مع بوزيتيف أصلا. ماشي تبقى 5 صح. ديفايد اه 360 ديفايدد 5 دي 2y. دي نيجاتيف 2y. لا هي انت عندك حق، هي المفروض تبقى نيجاتيف 2y نيجاتيف 7 لان دي نيجاتيف، دي مش بوزيتيف دي نيجاتيف. نيجاتيف 2y نيجاتيف 7 يبقى نيجاتيف 9y. انت صح. يبقى النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف تبقى 36. اسف 36 ديفايدد 9 ب 4 يبقى 40. صح كده؟ عشان انت كان قصدك كده. مظبوط. اه ونجيب بقى الاكس. شيل الواي وحط 40. حط هنا المكان الواي 40. يبقى 7 تايمز 4 ب 28 يبقى هنا 280 ديفايدد 2 يبقى 140. صح؟ مظبوط. حتى مجموعهم 180 سبلمنتري. فايند ذا ميجر اوف ايتش انجل. جبنا الاولى جبنا الثانيه، خلاص خلص الموضوع. يبقى عندنا هنا في الكلاس بيرفورمانس دي اسئله كلها يعني ملهاش لازمه تجيش في الامتحانات. هو بس ايه كل الفكره ان انت تقعد تجرب بايدك ترسم دواير وتحط نقط ومش عارف ايه، حاجات مش ضروريه. نخش على الهوم بيرفورمانس او الهوم. بيقول لي if a circle M as diameter 10 يبقى الراديوس كام؟ 5. B is at its plane. يعني عندنا سيركل والبي موجود على البلين بتاعها. بيقول لي الام بي ب 6 موجوده على البلين، يعني ممكن تبقى بره او عليها او جوه. هي موجوده على البلين يعني موجوده على نفس الورقه. هو قال لي ان الام بي ب 6. الام بي ده إيه علاقته بالراديوس؟ اكبر. أكبر منها. اكبر يبقى النقطه دي فين؟ بره. اوتسايد ذا سيركل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الستريت لاين ان is at a plane of a circle M with radius 6. اهم حاجه الراديوس. away from the center، يعني الخط ده يبعد عن السنتر 4 سنتيمتر، يعني الديستانس 4 سنتيمتر. يعني لو الراديوس 6 والديستانس يبعد 4 يبقى الخط ده بره ولا لامس ولا جوه؟ جوه. سيكنت يعني، صح؟ انه بيتكلم على الخط. if the circles M and N touch each other eternally، لامسين بعض من جوه، يبقى المفروض ان الام ان ده
يبقى اكبر من البلس ولا اقل من الماينس ولا بيساوي البلس ولا بيساوي الماينس؟ بيساوي بيساوي الماينس. الماينس. بيقول لي الام ان بيساوي الماينس وعاطيني واحده ب 3، يبقى الثانيه هو المفروض الماينس بتاعهم يطلع 8. يعني المفروض ام ان دي اللي هي ب 8 دي كانت المفروض راديوس 1 ماينس راديوس 2 طلع 8. اعطيني واحده ب 3، مين بقى اللي عامل له ماينس مع 3 يديني 8؟ 11. 11. لازم تكون 11 صح؟ ما هو ما ينفعش 3 ماينس حاجه تديني 8، فلازم حاجه ماينس 3. يعني لازم الرقم الثاني يكون اكبر من 3. ف 11 ماينس 3 يبقى الراديوس الثاني كام؟ او الراديوس الاول كده 11 والراديوس الثاني كده 3. هو طبعا عطي لك ال 3 كان بيسأل على مين؟ على ال 11. Two circles M and N the radii 8 and 6 if MN equals 14 find the position of the circles with respect to each other. طبعا الاول لازم نشوف ال 14 دي علاقتها بالبلس والماينس، فانا هعمل البلس يديني 14 واعمل الماينس يديني 2، وهي الام ان دي بتساوي البلس، ما دام بتساوي البلس يبقى touching externally. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندنا تو سيركلز ام و ان الراديال بتاعتهم 4 و6. عايز اللينز بتاع الام ان لو تاتشنج اكسترنال يبقى البلس يطلع 10، انترنال يبقى الماينس الكبير ماينس الصغير يطلع 2. احمد عمرو. بس The two equations كذا وكذا has infinite number of solutions، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ان هم كونستنت. coincident، يعني الجزء اللي على الشمال لازم يبقى زي الجزء اللي على اليمين. طب هنا 2x اه و3 وهنا 4x وk، يبقى دي تعمل تايمز دي 2 هتبقى 4x و6y، اه يبقى الكيب كام؟ الكي كده هتبقى يعني تبقى ب6 المفروض. 6. اه وممكن تعملها بطريقه تانية عن طريقه تجيب السلوب نيجاتيف 2 اوفر 3 نيجاتيف 4 اوفر كي وتعمل مقصات. ذا جريت تمام. سكور، مين الجريت سكور؟ الدايمتر يبقى الراديوس، الراديوس هيبقى 4. يبقى السيركمفرنس تبقى 8 باي. 8 باي. find in r cross i the solution set of the two equations. تعرف تعملها؟ اه ايوه نعملها بالأوميتنج. ماشي. 2x minus y equal 3 x plus 2y equals 4. ممكن اروح اعمل هنا تايمز 2 واعمل هنا تايمز 2 واعمل هنا تايمز 2، صح؟ اه ايوه فدي هتروح مع دي هتبقى 5x بتساوي 10، يبقى الاكس 5x بتساوي equal 10 يبقى 2. الواي. الواي هتبقى ودي دي بالماينس تبقى 2 ديفايدد 2 1. 2 تبقى 1. تاكد بالكالكليتور. 2 ونيجاتيف 1 و3 1 و2 و4 ايكوال 2 ايكوال 1، يبقى اجابه صحيحه. السوليوشن سيت بتساوي 2 1. 2 1. اللي بعد كده in the opposite figure D and H are the midpoints of A and B. ماشي، يبقى الانجل دي ب 90 والانجل دي ب 90. measure angle BAC 55 وعايز يعرف ال HM دي بكام. بسيط. since ان D and H are the midpoints therefore measure angle AHM بتساوي measure angle ADM بتساوي كام؟ 9. وسنس ان measure angle PAC 55 يبقى ده معناه measure angle HMD 360 minus 90 minus 90 minus 55 وتشوف هتطلع كام. 125. يبقى اقول له ده معناه HMD equals 125. The surface of the circle M intersection ال N في نقطة، ما دام قطع بعض في نقطة خد بالك ده سيرفيس وسيرفيس. محدش يقول لي هم تاتشنج انترنالي او اكسترنالي، لا هم اكسترنالي بس. ليه؟ لان سيرفيس وسيرفيس لو انترنالي مش هيبقى نقطة، هيبقى الدايرة الصغيرة كلها. انما اكسترنالي نقطة. غير لو قال لي مشال كلمة سيرفيس دي وقال لي سيركل وسيركل، ينفع ده وينفع ده.
انما كلمه سيرفيس يبقى هما اكسترنالي بس. اكسترنالي والراديوس بتاع واحده 3 والتاني ام ان، والمفروض يبقى البلس بتاعهم هو 8 عشان هما اكسترنالي. البلس ب 8، واحده ب 3، يبقى التانيه ب 5. يبقى التاني 5. شكرا احمد عبد. السؤال اللي بعد كده the two lines represent the two equations كذا وكذا parallel. يبقى لازم الجزء اللي على الشمال يبقى زي الجزء اللي على الشمال. هنا 1 هنا 1، يبقى اكيد ال 5 هي الكي وانت مغمض. the greatest chord يعني الدايمتر. نفس الاسئله، التقييمات دي بتبقى نفس الاسئله بس مع تغيير الارقام. يعني الموديلز ده موديل بي هو موديل ايه، وهتلاقي في موديل سي هو برضو مع تغيير الارقام. اعطي لك الدايمتر 16 يبقى الراديوس 8، يبقى السيركمفرنس 2 تايمز 8 16 بار. تقدر تعملها بالكالكليتور، حلينا واحده زيها. وتقدر تعملها بالاوميتنج، تقدر تعملها بالسبستيتيوتنج، نفس الكلام لسه حالين واحده زيها. نفس الكلام لسه حالين واحده زيها. سيرفيس مع سيرفيس في نقطه، يبقى البلس بتاعهم ب 9، يبقى الثانيه 5. وبارك الله في مرزقك. هنا 90 وهنا 90، والبي اي سي ب 60، مش حاططها على الرسمه بس قالها هنا. 360 ماينس كله يدي لك اللي ناقص. the two equations كذا كذا ماشي. ادي هنا 1 وادي هنا 5، يبقى اعمل دي تايمز 5 يبقى 5x و15y و20. خلاص قارن دي بدي. طبعا لما يكونوا كونجرنت يعني زي بعض تماما. زي بعض تماما يعني كل حاجه زي بعضها. دي 5x ودي 5x، دي 15y ودي كي واي، يبقى الكيف 50. الراديوس 8، 2 تايمز 8 16، ولزق الباي. omitting substituting calculator، حلينا زيها 2. سيرفيس سيرفيس قطعوا بعض في نقطة، يبقى اكسترنالي مجموعهم 15، يبقى التاني ب 8. نشوف بقى الكلاس بيرفورمانس والاسسمنتس بتاعت ويك 2. بيقول لي هنا a ball was thrown upwards from a height 2 meters. يعني احنا كنا واقفين على ارتفاع 2 meters ورمينا كرة لفوق at a certain speed and its height is given by the relation. دي الريليشن بتاعت الهايت. وطبعا الكرة لما هتترمى هتعمل كيرف كده على ما تقع على الارض. فده يعتبر ريليشن بتمثل الكيرف، حركه الكوره يعني. وير اكس هي التايم والواي هي الديستنس. يعني انا لو عملت كوردينيتس كده فهيبقى ارقام الواي هي الديستنس اللي هي بتطلعها لفوق يعني، والاكس ده الوقت اللي هي بتعدي. find the time of the pole's arrival to the ground graphically. عايز نعملها جرافيكالي. خلاص الاول خلينا نجيب نقاط التقاطع، او يعني ممكن نرسم المساله. يعني خلينا نقول نعمل لها تايمز نيجاتيف 1 ونقول الاف اوف اكس كده كانها هنساويها بزيرو. يعني كاننا هنساويها بزيرو، تبقى اكس باور اوف 2 ماينس 4 اكس بلس ولا ماينس 2 بقى، واقول له ليت ان هي بزيرو. ماشي، ليت ان هي بزيرو وارسم لها جدول. يعني واحنا لما بنرسم جدول بنفترض يعني ان هي بتساوي زيرو. وادي ارقام الاكس وادي ارقام الواي. حط الاكس باي رقم يعجبك. اسهل حاجتين، حط الاكس بزيرو حط الواي بزيرو. انت ممكن تعمل جدول وترسم، بس انا هرسمها بطريقه مختلفه. انا هجيب بقى ايه السوليوشن سيت نفسها. يعني هحط الارقام اللي هي نيجاتيف 1 و4 و2 دي اهو. نيجاتيف 1 ايكوال و4 ايكوال و2 ايكوال. طلعت لي 4.4 دي الاكس الاولى مثلا، يعني 4.4 تقريبا. والثانيه الاكس الثانيه نيجاتيف 0.4. جميل. دي كده نقاط التقاطع مع الاكس اكسس. يعني المفروض الكره دي الكيرف بتاعها او الكيرف لو اتعمل كده هيكون بدايته هنا عند النيجاتيف 0.4 اللي هي مثلا لو قلنا هنا الزيرو وهنا النيجاتيف 1، فهي بدايتها هنا فتطلع لفوق كده، وبعديها تنزل تاني. هتنزل تاني بقى عند ال 4.4 يعني، وليكن ان هي هتنزل هنا عند ال 4.4، ودي كده كانت نيجاتيف 0.4. تمام. وال 4.4 نقول قبلها هنا ال 4 وقبلها هنا ال 3 وقبلها هنا ال 2 وقبلها هنا ال 1 مثلا يعني اهو. وهنا النيجاتيف 1، وطبعا هنا ده مكان الزيرو. بدايتنا احنا فين؟ النيجاتيف 0.4، ونهايتنا فين؟ ال 4.4. وادي الخط بتاع كيرف الكوره. تمام. هو بقى ايه عايز يعرف؟ الوقت اللي الكره هتقطع عشان توصل للارض. خد بالك الكره ما اترمش من على الارض، الكره اترمت من على ارتفاع 2 متر.
ارتفاع 2 متر ده يعني عند الواي ب 2. طب ايه عند الواي ب 2 تطلع المساله ايه؟ يعني خلينا نجرب كده، نحط الواي ب 2. واي ايكوال نيجاتيف اكس سكويرد بلس 4 اكس بلس 2. حط الواي ب 2 عشان نعرف قيمه الاكس يعني. الواي ب 2 دي هتطلع في حالتين على فكره، او هتطلع عند نقطتين. تطلع مثلا، اصل لو مثلا يعني الواي ب 2 اهي مثلا يعني، فهتلاقيها جت هنا وجت هنا، هتلاقي قصادها رقم في الاكس وقصادها رقم في الاكس. فبالتالي اي نقطه في الواي هتلاقي قدامها رقمين في الاكس، الا النقطه دي بس هتلاقي قدامها رقم واحد. لان يعني الكيرف طلع وبعديها نزل عند النقطه دي بس ايه، هتلاقي في اكس واحده، انما عند النقطه دي في قدامها واحده تانية، عند النقطه دي في قدامها واحده تانية، وهكذا. فخلينا نقول ان احنا هنحط الواي ب 2، فهتبقى نيجاتيف اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 2. فال2 هتروح مع 2 يبقى نيجاتيف اكس سكويرد بلس 4 اكس ايكوال 0. ممكن تعملها تايمز نيجاتيف 1 يبقى اكس سكويرد ماينس 4 اكس ايكوال 0. خد الاكس كومن فاكتور، اتفضل لك اكس ماينس 4 ايكوال 0. يبقى الاكس ايكوال 0 والاكس ايكوال 4. هم دول النقطتين اللي عندهم الواي هتطلع 2. يعني الواي هتطلع 2 عند الاكس ب 0 وعند الاكس ب 4. يعني عند الاكس ب 4 دي كده، وعند الاكس ب 0 دي كده، قدامها الواي ب 2. يبقى الواي ب 2 هنا والواي ب 2 هنا. يعني دي كده هتبقى عند الواي ب 2 بقى. هو عايز ايه؟ عايز الوقت من اول ما هي اترمت من عند الحته دي لحد ما لمست الارض. يبقى هو عايز المسافه دي، عايز الوقت ده كام يعني؟ الوقت ده كله كام؟ اه من اول الزيرو ده اللي هي البدايه بتاعت الهايت 2 لحد بقى ما هي لمست الارض اللي هي المسافه دي. طبعا لو جيت لاحظت هتلاقي المسافه دي كلها كام؟ 4.4. 4.4 المسافه 4.4. طبعا كمان لو انت حبيت تتاكد ممكن تجيب الفيرتكس. لو جيت تجيب الفيرتكس عشان تتاكد ان حلك صح، من هنا نيجاتيف بي اوفر 2 اي دي لك قيمه الاكس، يبقى نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 1 تايمز 2 اللي هي نيجاتيف 2 اللي هي تطلع 2. فهتلاقي هنا فعلا الفيرتكس دي هتلاقيها جت بالظبط عند الاكس ب 2، لان هي جايه في النص بالظبط. الفيرتكس دي بتيجي في النص بالظبط عند الاكسس اوف سيمتري. الخط اللي يقسم المساله لجزئين، لان هي اصلا فيها حته نيجاتيف 0.4 من ورا، مع البوزيتيف 0.4 اللي على اليمين دي هيروحوا مع بعض. يبقى بالتالي المسافه كده من اول 0 لحد 4 في النص بالظبط عند 2 ده الاكسس اوف سيمتري. يبقى كده احنا تمام، الدنيا متظبطه. يبقى هنا انت لو عايز تجاوب بقى على السؤال ده، يقول لك عايز يعرف الكره تلمس الارض بعد وقت قد ايه، تقول له خلاص هي هتلمس الارض the point reaches the ground after 4.4 seconds. طبعا الوقت هيبقى بالسكندز، مش هيبقى لا بالساعات ولا بالدقايق، لان الكره على بال ما تلمس الارض هتبقى حاجات بسيطه يعني، ثواني، يعني ثواني معدوده. في سؤال زي ده بيقول لك graph the function f of x equal x power of 2 minus 4x plus 3 in the interval من نيجاتيف 1 ل 5. طبعا هنا بتعمل التيبل مود وتيبل، وتكتب له الفانكشن الفا اكس باور اوف 2 minus 4 الفا اكس بلس 3، وتدوس ايكوال ويقول لك كل الستارت نيجاتيف 1 ايكوال الاند 5 ايكوال والستيب دايما 1. يطلع لك الجدول نيجاتيف 1 جنبها 8، 0 جنبها 3، 1 جنبها 0، 2 مع نيجاتيف 1، 3 مع 0، 4 مع 3، و5 مع 8. الجدول ده المفروض ان انت بترسمه بقى قيم الاكس وقيم الواي اهي، دي اكس ودي واي. تيجي على الكوردينيتس بلين، اول حاجه نيجاتيف 1 8، يبقى نقول هنا النيجاتيف 1 وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 مكانها هنا. عندك بعد كده 0 3، 0 3 تقريبا هتيجي هنا. عندك بعد كده 1 0 1 0 في المكان ده، 2 نيجاتيف 1 في المكان ده، 3 0 هنا، 4 3 هنا، 5 8 هنا. هتيجي توصل بايديك طبعا، هنا ما تعملهاش بالمسطره، تعملها كيرفات بايديك. يبقى انت كده عملت جراف. عايز الفيرتكس، هي الفيرتكس اللي هي 2 نيجاتيف 1. السوليوشن سيت بتاع الايكويشن نقاط التقاطع مع الاكس، قطعت الاكس في ال1 وفي ال3. يبقى السوليوشن سيت هي نقطه ال1 ونقطه ال3.
تعالى اتاكد بالكالكليتور، تاكد بالكالكليتور. مود ايكويشن، وتختار الايكويشن اللي فيها باور اوف 2. الاي ب 1، البي بنيجاتيف 4، والسي ب 3. 1 و 3 اجابه صحيحه. جراف ذا فانكشن لسه عاملين واحده زيها. طبعا هنا بيقول لك بعد كده انت لما تيجي تعمل جراف حاططها لك بالنيجاتيف، وبيقول لك هات لي السوليوشن سيت بتاعت الفانكشن دي، هتلاقيه مغير لك اشاره الاكس باور اوف 2، ومغير لك اشاره الاكس، ومغير لك اشاره الابسوليوت تيرم. هي اللي فوق دي هي اللي تحت، بس هو عمل لها تايمز نيجاتيف 1. ما تفرقش معاك في حاجه، السوليوشن سيت اللي فوق هي السوليوشن سيت اللي تحت. سؤال زي ده حلناه في الحصه، بيقول لي الكيرف بتاع الكوادراتيك فانكشن بيعدي بالثلاث نقط دول. عايز السوليوشن سيت. سوليوشن سيت يعني تدور على النقط اللي عندها الواي بزيرو، اهي ادي النقطه اللي عندها الواي بزيرو، ادي النقطه اللي عندها واي بزيرو، يبقى السوليوشن سيت ساعتها نيجاتيف 1 4. هنا ما بنحطش اقواس ست، اسف ما بنحطش اقواس اوردر بير، لا بنسيبها كده. جراف لسه عاملين واحده زيها، هنا ما فيش اكس، يبقى الاي ب 1، البي بزيرو، والسي بنيجاتيف 4. طبعا تقدر تعمل تيبل وترسم، وممكن تجيب السوليوشن سيت من خلال الاي والبي من عن طريق الكالكليتر. The curve of the quadratic function f doesn't intersect الاكس، ما قطعش الاكس، ما قطعش الاكس، يبقى solution set فاي ما قطعش الاكس خالص، عامل كده. mention the number of solutions، عددهم زيرو، مفيش solutions اصلا. سؤال الاكتيفيتي هنا ده ملوش لازمه، نبدا نشوف الاسسمنتس او التقييمات بتاعت الاسبوع الثالث، دي اخر حاجه معانا. الهوم بيرفورمانس او الورك using the geometric tools. Draw segment AB of length 8. Then draw a circle passing through the 2 points A and B والradius 5. طبعا انت المفروض باستخدام الادوات الهندسيه ترسم الكلام ده. مسطره وقلم رصاص ترسم لي الاي بي المسافه ما بينه 8 سنتيمتر. بعد كده هو عايز الراديوس يكون 5، يبقى لازم تجيب الاكسس اوف سيمتري بالبرجل، فتحه تعدي النص، قوس فوق وقوس تحت، قوس فوق وقوس تحت، وتعمل اكسس اوف سيمتري. والمفروض ان الحته دي تبقى قد الحته دي 4 و4. والمفروض ان اي نقطه على الاكسس ده هتمثل سنتر لسيركل بتعدي بالاي وبي. هو عايز الراديوس تكون 5، تفتح البرجل على 5، تقف بالاي بالسن الحديد والرصاص تعمل قوس، هيجي لك قوس فوق وقوس تحت. ممكن تعمل قوس فوق وممكن تعمل قوس تحت. ليه؟ لان الراديوس ده بيعدي نص الاي بي، بيعدي نص الاي بي يعني اكبر من نصه، يبقى تقدر ترسم دايرتين، واحده فوق واحده تحت. تقدر ترسم دايره بالشكل ده، وتقدر ترسم دايره بالشكل ده. يقول لك عايز عدد الدوائر 2 سيركلز، وخلص الموضوع، والرسمه سهله ورسمنا كتير زي قبل كده. using the geometrical tools draw AB اللينس بتاعه 6، وارسم دايره بتعدي بالاي والبي، الراديوس بتاعها 3. هنا دي هتبقى دايره واحده لان هي بتساوي نص الاي بي، اتكلمنا عليها كتير، الموضوع بتاعها بسيط. استخدام الجيومتريك تولز، ارسم المثلث اي بي سي، عندك الاي بي ب 8، الاي سي ب 10، والبي سي ب 6. خلاص تقدر ترسم اول سايد منهم، وليكن اكبر واحد وليكن ال 10 اللي هو الاي سي، بالبرجل تفتح مره على 8، تفتح مره على 6، فتحه على 8 وتعمل قوس، فتحه على 6 وتعمل قوس، يتقاطعوا مع بعض في نقطه، توصل النقطه بالاي وبالسي، يبقى انت عملت المثلث. قال لك الاي بي ب 8 والاي سي ب 10 والبي سي ب 6، كده تمام. ارسم دايره بتعدي بالاي والبي والسي، يبقى لازم تقسم ده بالنص بالظبط عن طريق الاكسس اوف سيمتري بتاعه، وتقسم الخط ده بالنص بالظبط عن طريق الاكسس اوف سيمتري بتاعه، وكفايه عليك خطين. النقطه اللي في النص دي هتقف عليها بالسن الحديد، وتفتح الرصاص توصله بالاي او بالبي او بالسي، وتلف دايره هتلاقيها جت على الثلاث نقط. عايز البوزيشن بتاع السنتر. على فكره 6 و8 و10 دي كده يبقى هيبقى رايت انجل تراينجل. الرسمه بتاعتنا دي مش دقيقه، لو هو رايت انجل تراينجل يبقى المفروض السنتر بتاع الدايره، يعني تقريبا المساله هتبقى عامله كده، هيبقى ده ال 10 وده ال 8 وده ال 6. مين اللي ال 10 فيهم؟ الاي سي، ويبقى هنا البي. وهيبقى لما تيجي تقسم ده نصين وتقسم ده نصين هيتقطعوا مع بعض في النقطه دي، هيبقى دي السنتر. كده الرسمه هتبقى سليمه، كده الرسمه سليمه، وادي الدايره اللي هتعدي بيهم كلهم، هيبقى السنتر ساعتها هو الميد بوينت بتاع الهايبوتنس. السنتر ساعتها هو ميد بوينت الهايبوتنس.
لان ده رايت انجل تراينجل. طبعا هنا عايزك باستخدام الجيومتريك تول، طبعا كل ده قلناه في الحصص. ترسم واحد ب 8 اهو، واحد ب 8 الاي بي. الاي ب 50 يبقى تستخدم البروتراكتور، تقف على الاي بالميد بوينت بتاعت البروتراكتور وتعد 50 0 10 20 لغايه ما توصل لل 50 تقريبا، هتبقى هنا تحط نقطه وتشيل البروتراكتور وتوصل خط. الخط ده بقى هتجيب قصاده خط تاني ب 60، بروتراكتور تنقلها الناحيه التانيه، والمره دي هتعد من على الشمال لان الخط جاي على الشمال 0 10 20 30 40 50 60 تقريبا هتيجي هنا. شيل البروتراكتور وتوصل خط. الخطين يتقاطعوا مع بعض في نقطة، النقطة دي هتبقى هي نقطة سي، دي 60 ديجري، دي 50 ديجري. determine the position of the center. طبعا واضح خالص دي 60 ودي 50 يبقى 110، يبقى اللي اتبقى لنا 70. يبقى ده acute angle triangle، يبقى اكيد السنتر هيبقى جوه. هتيجي تجيب perpendicular بايسيكتور وتيجي تجيب perpendicular بايسيكتور هيتقاطعوا مع بعض من جوه، تقف بالسن الحديد وترسم دايره تعدي بالثلاث نقط. عندك اتنين سايد زي بعض، اي بي بتساوي اي سي بتساوي 5 والبي سي ب 6. ماشي، ادي واحد 5 اسمه اي بي بالمسطره والقلم الرصاص، التاني هتجيبه بالبرجل، تفتح على 5 وتعمل قوس، وده تفتح على 6 وتعمل قوس، تقطعوا مع بعض في نقطه، وصل وصل، يبقى هنا 5 ويبقى ده ايسوسيلس وتبقى دي 6، وادي السي. اكيوت انجل تراينجل لما تيجي بايسيكتور وتيجي تجيب بايسيكتور اتقطعوا مع بعض في النص تعمل دايره. draw a circle passing through the vertices don't erase the arcs، ما تمسحش الاقواس عشان هيحاسبك بالدرجات عليه. كيرف بتاع الكوادراتيك فانكشن تاتش الاكس، تاتش الاكس يبقى الواي بزيرو، يبقى ده بزيرو، يبقى الكيب 2. ارجع اقعد بقى بالكيب 2، 2 بلس 1 ب 3. يبقى لو عايز تعرف النقطه تبقى 3 0، عايز تعرف الكي الكيب 2. هو عايز ايه؟ عايز الكي ب 2. نمبر اوف سيركلز بيعدي ب 3 نون كولينير، 3 نون كولينير هي دايره واحده. جراف رسمنا كتير. الاي بي ب 6 كام دايره تعدي بالاي بي والريديوس بتاعها 3؟ دايره واحده لان هي بتساوي نص الاي بي، او الراديوس ساعتها بيساوي نص الاي بي. رسمنا كتير. الكيرف اوف ذا كوادراتيك فانكشن تاتش الاكس نفس الكلام، يبقى ده بزيرو، يبقى الكيب 4 وعايز الكي 4. نمبر اوف سيركلز بيعدي بثلاث نقط على نفس الخط زيرو، كحكه مدوره. جراف رسمنا كتير. الاي بي ب 8 والراديوس 2 اقل من النص، زيرو سيركلز مستحيل، رسمنا كتير. تاتش الاكس يبقى دي بزيرو، يبقى الكيب 5. 3 كولينير زيرو، رسمنا كتير. اللي بي ب 8 اكبر من الاي بي ولا اكبر من نصه يبقى دايرتين، رسمنا كتير. شوف بقى التقييمات بتاعه ويك 4 كلاس بيرفورمانس اكتيفيتي 1. water fountain, water flows out of a fountain's nozzle according to the relation y equals negative 2x squared plus 8x, where y the vertical height of the water and x is the horizontal distance of the fountain. هو عاوز ايه؟ calculate the horizontal distance at which the water falls to the ground, cooperate with your classmates. خلاص يعني كأنه بيقول لي ايه، هو عايز يعرف المسافة المية هتلمس فيها الأرض. يعني كلها برضو على اساس ان الميه لما تتحدف هتعمل كيرف وكده يعني. فكلها انت كل الفكره انت هتحلها هتساوي الفانكشن دي بزيرو وتحلها تجيب السوليوشن ست وخلص الموضوع. من هنا ممكن تعملها بمخك اصلا، اعمل لها تايمز نيجاتيف 2 علشان النيجاتيف دي ما تحيركش اهو. يبقى من هنا خد ال 2 اكس كومن فاكتور، هتفضل لك اكس ماينس 4 ايكوال 0، يبقى 2 اكس ايكوال 0، يبقى الاكس ايكوال 0. ومن هنا هتبقى اكس ماينس 4 ايكوال 0، يبقى الاكس ايكوال 4. بس كده. طبعا يعني كده المسألة دي لما تيجي تترسم هتقطع الاكس اكسس عند مرة زيرو وعند مرة الفور. طبعا رسمة المية هتبقى عاملة كده اهي، كأنها عاملة كده عند الزيرو مرة وعند الفور مرة. يبقى المية دي لما تنطلق من النافورة وتلمس الأرض هيكون عدى أربع وعايز إيه بقى؟ ديستانس. يبقى 4 مترز مثلا أو 4 سنتيمترز، وما قالش 4 يونتس وخلاص، ممكن تقول له 4 يونتس. 4 لينث يونتس. distance equals 4 length units.
كان في مساله قبلها اللي هي المساله بتاعت الكره دي، ممكن تقول برضو 4 تايم يونتس، لان هو ما كانش محدد ساعتها هو التايم يونت ايه، ممكن تقول 4 تايم يونتس. في السؤال ده find and are the solution set of the following equation using the general form. ايه general form؟ negative b positive or negative square root b power of 2 minus 4ac over 2a. وممكن تعملها بالكالكليتور طبعا، بس هو عايز بالخطوات بقى، ما دام قال لك general form يبقى لازم خطوات. من هنا الاي ب 1، البي بنيجاتيف 2، والسي بنيجاتيف 4. البي بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف نيجاتيف 2 بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. البي باور اوف 2 يبقى 4 ماينس 4 اي سي، يعني 4 تايمز 1 تايمز نيجاتيف 4 اللي هي بوزيتيف 16 اوفر 2 اي، والاي ب 1 يبقى اوفر 2. دي هتبقى 2 ودي هتبقى 4 و16 20. روت ال 20 دي ممكن اخليها روت 4 روت 5، يعني 2 روت 5. ممكن اسحب ال 2 كومن فاكتور، يتفضل لي 1 بوزيتيف اور نيجاتيف روت 5، وادي ال 2 كومن فاكتور هتروح، يبقى الاكس 1 بتساوي 1 بلس روت 5، والاكس 2 هتساوي 1 ماينس روت 5. ونتاكد بالكالكليتور، 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 4 اهو، 1 ماينس روت 5 1 بلس روت 5، اجابات صحيحه. طبعا ممكن تقول له سوليوشن سيت بقى بعد كده، سوليوشن سيت ايكوالز 1 بلس روت 5 كوما 1 ماينس روت 5، ممكن تحطها بوزيتيف ولا نيجاتيف عادي. Find and are the solution set of the following equation using the general rule. نفس الكلام بس اللي لازم اعملها simplifying، هتبقى x سكويرد ماينس x وتدخل دي جوه تبقى ماينس 4 ايكوال 0. الاي ب 1، البي بنيجاتيف 1، السي بنيجاتيف 4. ادي الجنرال فورم هتعوض فيها وتجيب الاجابات وبارك الله فيما رزق. Find and are the solution set of the equation using the general form. لازم تدخل دي في النص، فتبقى المسألة عبارة عن 3x سكويرد ماينس 6x بلس 1، أهم حاجة ايكوال 0. يبقى الاي ب 3، البي بنيجاتيف 6، والسي ب 1، وادي الجنرال فورم وممكن تتأكد بالكالكوليتر. هنا بقى if the solution set of the equation is negative 2، يعني نيجاتيف 2 أقدر أعوض بيها هنا، بسيطة. خلاص أنا هعوض بالنيجاتيف 2، يعني خليها نيجاتيف 2 باور اوف 2 بلس k تايمز نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 2k بلس 4 ايكوال 0. يبقى 4 ماينس 2k بلس 4 ايكوال 0. 4 بلس 4 8، يبقى نيجاتيف 2k بلس 8 ايكوال 0، يبقى تروح نيجاتيف 8، فالنيجاتيف تروح مع النيجاتيف يبقى الكيب 4. Find and are the solution set of the following using the general form. هنا لازم تضرب في x عشان تطير الاكس اللي تحت، تضرب المسألة كلها في x، تبقى x سكويرد بلس 4x ايكوال 6x وتدخلها في النص، يعني ماينس 6x بلس 4x ايكوال 0. ومن هنا الاي ب 1، البي بنيجاتيف 6، والسي ب 4. تقدر بقى تعملها بالجنرال فورم او تعملها بالكالكليتور. انا بس عايز اوري لك موضوع الابروكسيميشن ده، انا اعملها بالكالكليتور سريعا، انت اعملها بالجنرال فورم، اعملها بالكالكليتور. لو هي تشوز كالكليتور ماشي، ايساي لازم جنرال فورم لانه بيقول لي يوزنج ذا جنرال فورم. 1 ونيجاتيف 6 و4 طلعت 3 ماينس روت 5، هتحولها للديسيمال هيبقى الاكس الاولى عباره عن 0.76392 وهكذا، وعايزها تو ذا نيرست 3 ديسيمال بليسز، ادي واحد الثاني الثالث، يبقى ال 9 هتزود ال 3 لان ال 9 رقم ريتش فتبقى 3 دي 4. واكس 2 نفس الكلام هتعملها بنفس الطريقه، الرقم الثالث 6 اللي بعديه 0 يبقى الزيرو مش هيزود 5.236. طبعا الارقام اللي بتزود اللي هي الارقام الريتش اللي هي 5 6 7 8 9، والارقام البور اللي هي اللي ما بتزودش 1 او 0 1 2 3 4. مراجعة قوية، المفروض ان انتوا بعديها يعني ما حدش يبقى له حاجة. حل الاسئلة بتاعت التقييمات دي كلها مرة تانية، تذاكر الامبورتنت نوتس، تخش الامتحان ان شاء الله تقفل وتجيب الدرجة النهائية. لازم تذاكر كويس، ذاكر اخطائك في الواجبات، ذاكر اخطائك في الكويزات اللي احنا كنا عملناها لك قبل كده. المفروض تحدد اخطائك وتكتب اخطائك، وعندك كراسه اسمها كراسه الاخطاء. كراسه الاخطاء دي تكتب فيها كل غلطه بتقع فيها عشان لما يجي وقت الامتحان تذاكر غلطاتك عشان ما تقعش فيها تاني. ناس تذاكر كويس عشان لما نبعت فيها رسائل نبعت فيها رسائل كويسه. بهذا القدر نجتهد. كفايه عليكم كده، مراويح مراويح مراويح.